يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا باشمهندس امجد. يعني يعني الغني عن التعريف طبعا، انيميتور دايركتور ومن اشطر الناس الانيميتورز. صح حضرتك الاخبار؟ الحمد لله تمام. اخباركم ايه؟ الحمد لله. والله ليه غيبه تقريبا كبيره جدا يا باشمهندس، يعني صراحه يعني. يعني تقريبا من السنه اللي فاتت تقريبا. يعني اه انا اصلا والله بصراحه مش يعني. من الناس اللي بدخل على السوشيال ميديا كتير، وبالذات كمان ديسكورد انا مش بدخل عليه تقريبا نهائي، يعني غير معاك يعني. تقريبا انت اللي قلت لي عليه اصلا، وازاي ندخل. يعني بدخله بس في ميتنج بتاعه وبقفله، ما بقاش اكتر من كده. حتى النت والسوشيال ميديا انا مش اكتف قوي بصراحه. انا فاكر حتى انت ساعات كنت بتبعت لي، انت وغيرك بيبعت امم. لي رساله برضه عليها بثلاث ايام او اربعه لما ابدا افتح واشوف ايه اللي بيتقال وايه اللي بيحصل. فمعلش انا اسف لو دي حاجه يعني ناس بتعتبرها قله ذوق او حاجه، بس فعلا ده طبعي ان انا لا لا، مش متفاهم متفاهم. يعني. بيبقى برضه الواحد يعرف مركز في الشغل، يخلص يروح انام خلاص. ما بدخلش قوي على الايه، على السوشيال ميديا عامه يعني. فعشان كده هتلاقيني في الديسكورد ايه، يعني انا دلوقتي داخل وعمال اتفرج كده، ياه هو ده كان بيعمل ايه وده كان بيحصل فيه ايه. فيعني ايه، اعذروني لو تعطلت شويه بس. لا لا، يهمك خالص يعني. احنا مبسوطين، بس يا ريت ان شاء الله نبقى حضرتك تكتر من الزيارات. على فكره البرنامج جميل جدا وفي تنظيم كتير قوي يعني. في الموضوع بتاعت مثلا التحدي بتاع انمي او حاجات تانية في التشالنجات، او ان احنا نشير سكرين واحنا بنذاكر مع بعض والكلام ده. هو مفيد قوي يعني. هو حلو هو والله، دي ممكن حاجه. يكون معقد سنة في الاول، بس لا هو اعتقد هو يعني انا بتفرج عليه دلوقتي، هو يعني كويس. بس طبعا انت عشان بتدخل كتير ففاكر او عارف ايه موجود فين، فاهم قصدي؟ يعني في انهي كاتيجوري. لكن انا امم. بدور، يعني أنا بتفرج دلوقتي يعني في كاتيجوري بتاع الميوزك بس جواه انيميشن، فانا مش عارف ده. ماشي، بس ما علينا يعني. خلينا ايه في في الحته بتاعتنا دلوقتي يعني. ماشي. اوكي. طيب طيب. ثانية واحدة طبعا بس. انا عارف ان اغلب الناس، اتفضل. انا بقول لك ان انا عارف الناس دلوقتي اغلبها داخله عشان هنتكلم عن انمي او التشالنج بتاع انمي. امم. هو اعتقد في ناس كتير عارفه عارفه التشالنج ده او حضرته او سمعت عنه. فكنت بقول لكم على تشالنج انمي. هو يعني بدأ من 2017، بس هو بدأ ينتشر يعني 2020 تقريبا. طيب انا يعني لسه حاجه جديده هتحصل السنه دي مختلفه، لان هو يعني بعد ما الناس بدات تنتشر وتعمل في انمي، عدد الناس اللي كانت بتكمل ال 30 يوم قليل جدا. ودي حاجه طبعا انا كنت متوقعها، لان هو حتى ده حاجه صعبه حتى عليا انا اصلا. يعني مش هكدب عليك، الموضوع فعلا صعب، وفي ايام انا ما بعرفش اشتغل فيها اعمل الشوط بتاع انمي يعني، فبعمله بعدها بيوم، فبيبقى في طبعا ايه، تراكم ان انا بيبقى عليا شوطين بدل شوط. بس بيبقى الموضوع فعلا عارف ان هو صعب. فانا السنه دي عامل حاجه هقول لكم عليها، لسه ما اعلنتهاش في السوشيال ميديا، بس هديكوا هنت كده عنها في الاول. في حاجه اسمها ميني انمي، دي هتنزل السنه دي اول مره. ده اوه. ببساطه، ده ببساطه اختار 6 ايام من ال 30 الناس المبتدئه او عندها مشاكل في الشغل او ايا كان، يعملوهم بحيث ان هو يبقى في جاب حوالي 5 ايام ما بين اليوم الاول واللي بعده. فلو هو في حد مش قادر يدخل في التحدي الكامل، هيدخل الميني انمي ده. ودي حاجه لسه هعلن عنها يعني قريب، يعني ممكن في خلال اليومين دول. بس أنا بديكوا حاجه ايه سبيشال يعني عشان تبقوا عارفينها. فده هيبقى يعني في الليسته بتاعتنا اللي هتنزل، هتلاقوا فيه حاجه لونها مختلف. مجموعه كده ست حاجات لونهم مختلف. دول هو اللي انت ممكن تدخل فيهم لوحدهم في شهر، بحيث ان انت في التاسك الواحد ممكن تاخد فيه وقت طويل 3 4 ايام، وبعدين تدخل في اللي بعده وهكذا. فتلاقي نفسك تعمل تاسك كل 5 ايام تقريبا يعني. ده غير كمان ان أنا الحاجات اللي مختارها فيها حاجات بسيطه جدا. فيعني حتى الحاجات الصعبه انا حاططها فيها تكون في بقيه الايام، لكن الايام دي حطيت حاجات سهله بحيث ان لو في حد عايز يبدا ويواظب حتى لو بشكل بسيط، دي ميني انمي ده هيكون مناسب جدا ليه يعني. طب فدي حاجه هعلن عنها قريب. هل ده هيبقى قلت ايه؟ مثلا تحدي منفصل لوحده، ولا هيبقى مثلا يعني لا لا مثلا متعلم على مثلا نجمة جنب كل كام كلمة كده مثلا، بحيث ان هذا الفاصل ما بين كل يوم مثلا والتاني؟ لا، بص هو هيبقى مثلا اليوم الاول ده تبع عادي يعني، ده الناس تحرك عادي، بس هو معاه لون كده او زي علامه ان ده برضه في الميني انمي. فحد يعني الناس اللي بتقدر تكمل ال 30 هتعمل ده،
والناس بتوع المبتدئين هيحركوا في ده برضه نفس التاسك. بس فرق ان هو ممكن ما يعملش بقيه بقيه الايام، يعني ممكن بس يعمل اللي عليهم من المارك دي. إمم. يعني دول من ال 30 بتوعنا عادي. خلاص، طب ده كويس جدًا. أنا قُلت برضه ممكن يبقى مثلًا نجم مثلًا جنبها مثلًا في أنيميه العادي، بحيث الناس تبقى عارفة إن ده تبع تحدي المين أنيميه، يعني عشان برضه ما يبقاش اللي هو إيه الفرق بين الاتنين، لأ الفرق إن ده مختزلين منه مثلًا. هو لا، هو يبقى حاجه يعني احاول كده. بص يعني عايز اعمل لكم شير. أوكي. اقدر اعمل شير صح؟ آه طبعًا. اوكي. الانتاير سكرين كده واضح. أوكي. آه. بس دي اللي هتنزل، دي حاجه كنت هنزلها النهارده او بكره بالكتير. دول المفروض هيبقى هنا الليست اللي هتتكتب اللي فيها ال 30 يوم. تمام. في حاجه انا كنت مثبتها في اليوم ال 30، لو الناس اللي متابعه او تفتكر ان كلمه انمي بتتحرك. ده هو التشالنج ده 31 دايما بيبقى. 31 وال 31 يوم. ده 31 ده بيبقى المونتاج، بس بتجمع كل اللي انت عامله ال 30 يوم اللي فاتوا في الشوريل. يعني ده يوم للمونتاج بس مش اكتر. يوم ال آه. 30 بيبقى دايما كلمه انمي إمم. بتتحرك، حصل. كانك بتحرك الكلمه نفسها. في بقى إمم. حاجه جديده اللي هي الالوان دي، الفتحه اللي معانا دي هتبقى الميني انمي. بحيث ان انت ممكن لو انت مثلا نفترض ان انت الشهر ده عندك شغل كتير وضغط ومش هتعرف تشترك في ال 30، او انت لسه مبتدئ ومش هتعرف تعمل يعني، والشوط الواحد بياخد معاك يومين ثلاثه تحركه، خلاص ابدا في المجموعه دي. اول ما تلاقي العلامه دي، ده التاسك اللي هتعمله اول واحد. ممكن تقعد فيه يومين ثلاثه او ايا كان، وبعدين تبدا تدخل في اللي بعده وهكذا. فيبقى انت كده عملت الايه، السته بتوع ميني انمي. طبعا عايز تزود زود، بس ده هيبقى معاك الايه، الحاجه البسيطه اللي الناس اللي ايه ممكن تدخل فيها بشكل في الاول واحده واحده يبدا يزود يعني. إمم. فدي حاجه هتبقى موجوده معانا النهارده. وفي حاجه طبعا موجوده في يوم 15، دي حاجه جديده برضو. هسيبها لكم مفاجاه بقى. يعني دي طب خلاص حاجه قشطة حاجه جدًا. جديده هتحصل. ماشي والله. تمام. فدي الحاجات اللي ايه اللي ممكن تبقى موجوده معانا السنه دي، وتكون مختلفه ان شاء الله. إن شاء الله. كنا مستنيين مفاجآت وجوايز حاجات. اه لا، جو مفاجآت وجوائز، لا لا، يعني هتعوز جوائز اكتر من كده ايه يعني؟ انت اوريدي ده يعني في ايه جايزه اكتر من انك لو دخلت شهر واحد ممكن تعمل شو ريل جديد للسنه؟ والله ده حقيقي يعني فعلًا. انت عايز يعني جايزه ايه اكتر من كده؟ يعني احنا بصراحة اصلا. كنت اتفضل. باحس إن الناس بتنسى أصلًا الهدف من التحدي، الناس دايمًا يعني زي أكتوبر والتحديات اللي ما إلى ذلك، فاللي هو بينسوا الهدف منه اللي هو الأساسي. يا جدعان إحنا داخلين الحاجات دي ما حدش مجبرنا على حاجة، ما حدش بيجري ورانا بالعصاية ولا الكلام ده كله، إحنا داخلين عشان نهاف فن، نحاول نشجع نفسنا إن إحنا نتطور أكتر، نتعلم ونتمرن بالظبط. أكتر، فما حدش بيجري بالظبط. ورانا. ونتعلم. دي اهم حاجه اصلا في التشالنج. انت دلوقتي المفروض انت كانيميتور، المفروض ان انت بتعمل شو ريل بتاعك، المفروض اقل حاجه سنويا. يعني انت تقول عندي شو ريل بتاع 2025، السنه اللي بعد تقول عندي 2026 ده الشو ريل الجديد. ففي ناس بتبقى مثلا الشغل بتاعها قليل، الاضافه اللي بتحصل سنويه قليله. هتلاقي ان هو خد شوطين ثلاثه دول اللي عملهم كويسين في السنه بتاعته، فيضيفوا مع الشوريل. فانت في خلال سنه او سنتين بتلاقي الشوريل بتاعه ما اتطورش. إمم. يعني لو في حد مثلا جالي في شركه، حد مثلا جالي قدم على الشوريل بتاعه، فبتفرج عليه واشوف الكواليتي بتاعته مقارنه بسنه. طب لو هو جه السنه الجايه وقدم شوريل تاني، نفترض ان ايا كان ما عرفتش اقبله لايا كانت الظروف، يعني ما فيش شغلانه معايا دلوقتي او ايا كان، بس جه راح هو مقدم شوريل السنه الجايه، فاتفرجت عليه هلاقي ان هو زود شوط او شوطين زياده. فحتى لو هم كويسين دي حاجه بتخوف. ده معناها ان الشخص ده مش بيشتغل مع نفسه كتير فيقدر يضيف شوريل يبقى في اختلاف. فانمي ده فرصه كويسه ان انت في خلال شهر واحد يبقى معاك شوريل كويس. يعني لو انت حتى معاك شوريل اصلا، انت معاك 30 شوط تطلع بيهم في شهر. فدي لوحدها حاجه حلوه يعني، ويعني تخليك اصلا ده شوري لوحده، مش محتاج انك تقعد تزود بيرسونال تريننج ومش عارف ايه بتاع. ده لوحده انف بتعمله سنويا. فحتى لو ما عملتش ال 30 يا سيدي، حتى لو انت مثلا عملت ماشي اقل، عملت 15 او عملت ال 30 بس حاسس ان هم نصهم اللي كويس، حطهم خلاص. ده لوحده يقوي الشوريل بتاعك. وخصوصا الشوريل
بنسبه كبيره بيعتمد على شغل زائد بيرسونال بروجكت. يعني انا الشغل القوي بالنسبه لي هو اللي بيبقى فيه حاجه تبع الشغل، اشوف الراجل ده بيتصرف ازاي في الشغل والستايل اللي بيشتغل بيه، والستايل اقصد بيه ان هو بيشتغل بستايل غير بتاعه. تمام. لكن امم. برضو بشوف معاها البيرسونال بروجكت، هو لو هو لوحده بطوله بيشتغل ازاي، بيعمل ايه. فانت عندك انمي ده فرصه كويسه ان هو يزود لك البيرسونال بروجكت بتاعتك، اللي تقوي بيها الشرير وتقوي بيها نفسك، اللي انت كل ما تزود تاسكات عليك وتشتغل اكتر انت بتتعلم. فهو التشالنج بتاع شهر 5 ده يعني فرصه ان احنا نقوي نفسنا، ان احنا يبقى عندنا شرير مختلف عن اللي فات. فده ده الجايزه. انا بالنسبه لي ده جايزه كفايه يعني، مش محتاجين ان احنا نحط ترابيزات بينج وبلياردو ايوه ايوه. وعجل وكلام من ده، فيعني. لا هو بصراحه شغلك على نفسك ده لوحده كفايه اصلا ان انت يعني ما اظنش ان في حد فينا اساسا داخل المجال ده يعني غصب عنه، كلنا داخلين علشان احنا حابين الانيميشن، حابين الرسم، فاحنا عايزين نتطور فيهم اكتر ونبقى احسن. لو احنا كنا في آه، ناس داخله عشان الفلوس او حاجه زي كده، فاظن ان هم كانوا راحوا للبورصه بقى ولا حاجه بتدخل فلوس اكتر وبتاع. بس هو بص، الموضوع هو نفسه فن. هو هو معاك حق. هو كده كده محدش هيخش المجال ده غير وهو بيحبه. في ناس بتحبه بس مش بتحب تشتغل فيه. يعني هو بيحب يتفرج على انيميشن، بيحب فيلاقي نفسه اول ما يجي يحط ايده ويحاول يشتغل يلاقي ان الموضوع لا ده متعب قوي، فيبدا يشيل ايده او يحاول يخش في حاجه جانبيه جنبه. يقول لك طب انا هعمل مثلا سيناريو مثلا يعني يحاول يبقى في المجال بس مش بايده. عارف يعني اي حاجه فيها مجهود امم. بيحاول يتجنبها. فدي ما اعتبرش ان ده حد بيحب المجال قوي، لان انت لو بتحب حاجه معناه انك بتستحمل التعب بتاعها بصراحه. يعني مش معناه اكيد. انا بحبه، يعني انا عايز الحلو بتاعه. فلما يجي فيه مجهود فلا انا بقى هطلع براه. ده كده معناه انك مش بتحب الحاجه دي بصراحه. انك بتحب الحاجه معناه انك بتستحمل الحاجه المتعبه بتاعته. ده رايي الخاص يعني. فعشان كده الانيميشن محتاج انك تتعب فيه. فلو انت عايز بالنسبه لك التحدي بيطلع في شهر وانت بتتعب انك تشتغل فيه كام شوط، فلا انت بتحبش المجال، فاهم؟ يعني ببساطه يعني. اكيد اه. آه، فهو في محتاج شويه خصوصا المجال ده اصلا محتاج سنين تعلم. ما ينفعش انك تقول انا اخش في كام شهر واتعلمه. لا، هو محتاج سنين وبتفضل تتعلم كمان. يعني انت بتفضل لحد ما تموت وانت عمال تتعلم يعني. فانا رايي ان هو لا، مش مناسب للناس اللي مش هتحبه بجد. يعني تحبه يعني تستحمل التعب بتاعه وتستحمل المجهود اللي فيه يعني. ده حقيقي. طيب طيب. الناس هل في ناس هنا شاركت في انمي السنه اللي فاتت او كده، او حابين يتفرجوا على الشغل بتاع الناس اللي فاتت؟ برضو باشمهندس امجد، لو حضرتك يعني عايز تشوف برضو الشغل بتاع الناس اللي السنه اللي فاتت وكده على 2025، اوكي. فهي من تحت شويه هتلاقي في التشالنجز في تشانل هنا يا شباب. تشالنج. تحت كمان هتلاقي علامه تحت اكتر. اللي هي الكاس ده اللي هو تشالنج فوق الاساينمنت، فوق 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 شويه كمان. هي دي تشالنج. هي دي مظبوط. اوكي، ده انمي، ده انيميشن. ده ده 2025 اه. 26. ده 25 دي الناس بقى اللي اشتغلت. مظبوط فممكن تبقى من فوق لتحت احسن او من تحت لفوق ايا كان يعني من فوق ده ماشي. اوكي. شباب لو موجودين، لو انتوا حابين برضو تبعتوا الحاجات اللي هي بتاعت السنه اللي فاتت 2025، ممكن تبعتوه في المكان ده، هبعته لكم في الشات يعني. ولو حد عنده اسئله برضو ممكن تكتبوا عادي. حمزه. لا، حمزه انا عارف. امم. يعني حمزه انا بديله الفيدباك بتاعه لان كنت بقابله شخصيا اه. حمزه تمام. آه، ده ساره، بس هو ده تقريبا ايه هي ده؟ بعت اللينك، هي مش بعت لينك. اوكي، انستجرام. هو ليه دخلني هنا ما دخلنيش بالبتاع؟ ده انا شفته، اعتقد ده شفته على الفيسبوك تقريبا. امم. ده انا شفته قبل كده. يعني في حاجات كده بفتكرها دايما لما بشوفها. ما بفتكرش الشخص بس بفتكر الشغل اه. الانيميشن نفسه. امم. وانا نفس الكلام برضو، انا بقول له اول حاجه اصلا لاي حد اتعرف عليه وريني شغلك. لطيف جدا، لطيف. وباين باين الموقف. يعني انا عاجبني ان انت بتفهم المشاهد. فانا لو شفته بفهم ايه اللي حصل. ده رمى عليه، ده بص ما جاتش فيه بص وراه وبعدين اتخض عشان التانية كانت هتيجي فيه، واخد التالتة ورماها عليه. فالموقف باين والاكتنج باين رغم ان مفيش وش، مفيش اي حاجة. فدي حاجة حلوة جدا. بس طبعا في مشاكل طبيعية.
هو مثلا في الفريمه اللي انا موقف عليها دي، امم دي بالنسبه لي مخليه الرميه ضعيفه. الرميه محتاجة ضعيفه فرصة يعني أكتر. ما ازاي بقى الفرص بتيجي من المسافه، السبيس. دلوقتي الكاركتر ده ماسك حاجه ورماها، المفروض ان هو رماها بقوه وبسرعه. فالحاجه لو هتتحرك من مكان لمكان، وبالذات في بدايه الرميه عشان تبان انها قويه، المفروض ان هي اول ما تسيب الجسم اللي بتنطلق منه انت بتشوفها في الفريم اللي بعدها مسافه بعيده. ما بتشوفش هنا، ما بتشوفش المسافه اللي هي اللي ما بين الرميه والمسافه البعيده دي، ده ما بتشوفوش. عارف كاني بقول لك انا مسكت، تخيل كده انا مسكت طوبه ورميتها، انت ما بتشوفش اللحظه اللي انا برمي فيها الطوبه، انت بتشوفها بعد كده، بتشوفها في الحته البعيده دي. امم فالسبيسنج هنا ما ينفعش ان انا احط ان بتوين واقعد ارسمها كذا مره في الحته دي، المنطقه دي. نفس الكلام على النطه، لما حد تيجي واحد بينط، فهو المفروض ان هو لازم ينط يبعد عن عن الجرافيتي، لازم يعني كمثال يعني، آه، ده خط الارض وعندي دلوقتي الشخصيه موطيه عشان مثلا بتاخد الانتسبيشن بتاع النطه. فانا عايز اعمل دلوقتي ان هو نطه قويه جدا وهيطلع فوق في الهواء. فما ينفعش ان انا اقعد اعمل الرسم الكتير او الان بتوين الكتير بتاع المنطقه اللي ما بين دي وما بين دي. ده هيخلي ان انا هيحس ان هو بطيء، يعني من دي على طول السبيس اللي بعده يكون بعيد عشان اقدر اهرب من الجاذبيه، من الجرافيتي دي. لكن طول ما انا عمال اتحرك بالراحه، ده معناه ان النطه بتاعتي ضعيفه، فالمفروض الجاذبيه هتشدني لتحت. امم نفس الكلام على الرميه، لو انا عايز اعمل واحد بيرمي حاجه، ما ينفعش ان انا اعمل ان هو ماسك حاجه واخد الانتسبيشن بتاعها، مثلا ماسك الحاجه هنا مثلا، فاعمل الفريمه اللي بعدها وهو عمال يروح واحد اتنين تلاته اربعه، وبعدين ايه يعني ساب ايده وشايف الطوبه وهي عماله تتحرك كده في المسافه الضيقه دي. ده هيخلق ضعف للرميه بتاعتك. فبصوا هنا الحته دي انا هشغلها، وبصوا على الحته دي تاني، انتوا هتحسوا انها ضعيفه وهي بتترمي. بصوا الرميه لما يتعاد تاني يعني الكرة نفسها باينة إنها كمان خفيفة، ايه. مش باينة إنها تقيلة أوي، كأنها زي مثلا طبق طاير أو مم. حاجة. مش باين الفورس بتاع الرميه بسبب الانبتوين اللي اتحط في الحته دي، يعني المكان، يعني انت كده كده بنحط بتوين، بس اختيارك الاماكن بتاعته بيفرق. ما ينفعش ان انا مش اي حته بملاها بتوين وخلاص، في حتت محتاج ان انا املاها عشان تبقى بطيئه، في حتت لا لازم تكون سريعه. ده الكومنت اللي عندي مع الشوت ده يعني. عندي برضو حاجات تانية، هي ادفانسد شويه بس هي تفرق. السيلوت بتاع الرميه، يعني لو انا عندي حاجه زي الشوال اللي هو المعمول ده، وهي عملت دلوقتي انتسبيشن بتاع الشخصيه، ان هو عمل كده وايده هنا، ماشي، ورجع بظهره لورا كده شويه عشان يرمي الحاجه اللي ماسكها، تمام، وراح رميها الفريم اللي بعده رماها. هي كانت عملت اللايف اكشن بتاعها ان هو مايل كده لقدام وفرد ايده، اللي هي افترضنا ان دي ايده يعني، امم والحاجه اترمت، ماشي. فبقى بيعمل كده، ماشي. في النقطة التانية بعيدا عن البتوين اللي اتكلمنا عليه، في النقطة دي الحتة دي كسلوت، كستيجنج مش كويسة، لأن الحاجة الرئيسية اللي هي هتترمي دي، ده حاجة رئيسية محتاج إن أنا أشوفها، مش امم باينة لأنها دخلت جوه الجسم. فكان أفضل إن أنا أغير البوز ده وأخليه بدل ما هو يرجع لورا بالشكل ده، لا أخليه ممكن يبقى أعمل حاجة كده، يبقى ماسكها كده وتبقى هنا، فيبقى بيرميها كده. فده هيخلي عندي ان دي كلير جدا واضحه ومتشافه في النيجاتيف سبيس بتاعتها او السيلوت بتاعها. لكن ده كان ضعيف شويه لان هو مستخبي في البادي يعني. نبص عليه تاني في الرميه ده،
اللي هو الايه اللي هيبدأ من هنا ده. بس فدي التعليقات اللي عندي في الشوت ده يعني. لكن توتال لا، هي كويسه. انا بقول لك يعني الحاجه الكويسه جدا اللي باينه، اللي هي الستوري باينه من غير ما تحط وشوش، من غير ما تحط اي حاجه. هي الحاجه كانت باينه جدا يعني. فلطيفه جدا جدا. مش عارف هي موجوده ولا لا. غالبا لا، بس يعني كده كده اوكي احنا بنسجل فممكن تشوف التسجيل وكده يعني. ماشي. اوكي. بس طبعا كده كده انا وانت ايه مع بعض بقى، فاهم ايه؟ خلاص مفيش مشكلة خلينا عادي. نشوف نشوف الناس. أنا عايز افتكر يعني طبعا ايه بشغل عشان افتكر انا شفت الحاجه دي ولا لا. لا ده انا ما شفتوش قبل كده بصراحه. رغم ان انا عامل يعني طبعا انا عامل جروب، بس طبعا انا عارف ان هو ما بيبقاش كل الناس عارفه ترفع عليه او كده، بس هو. عبد الملك بصراحة من الناس الجامدة جدا يعني، بس هو تقريبا ما عندوش فيسبوك هو وكذا حد، فبينزله هنا بس. اوكي ولا عشان فيسبوك كده ولا انستجرام. اه. لا بس لطيف والله، لطيف جدا. لطيف جدا جدا يعني حتى خط الارض كويس ان هو لو نزل بالكاميرا لتحت فهيشوف جزء من الهورايزون، وبعدين لما يطلع فوق الخط هينزل. فلا ده لطيف جدا ده. لطيف يعني، شغل كويس جدا. لو عايز تكبر مثلا الناس وكده، ممكن تدوس على كلمة انمي من فوق اللي هي 2025. 2000 اللي هي الايه؟ يعني لو طلعت بالماوس فوق شوية، ايوه دوس عليها هتلاقي كده. اوكي حلو جدا لا لطيف جدا جدا. برين ستورمينج. حلو قوي الناس بتعمل اكشن لطيف جدا. ده البرين ستورمنج برضه. دي برضه هي سارة نفسها صح؟ نفس سارة. لا لا شاطر. آه لا تبع دي حاطة البتاع، برضه بس حاطة اللينك اه. مهم. حلو جدا. عجبني الناس بتتصرف في الافكار، لان كذا حد كان بيقعد يشتكي لي من الافكار وبتاع. بقول لهم يا جماعه ما تخلوش الفكره هي الحاجه اللي توقفكم. حركوا اي حاجه يعني، ان شاء الله تحركوها زي ما هي. مم. هو ده ايه؟ اه ده حمزه اصلا. اوكي ماشي. اه اه ده شفته ده. كان خطير. شفته كان عامل زي حلو جدا. حمزه برضه. انت يا باسم. ساره. حاسس ان ده شفته برضه. مم. انا حاسس ان ده شفته برضه تقريبا، هي حطيته او شفته في الانستجرام او حاجه. حلو جدا والله. الناس عامله شغل لطيف بالذات في الاكشن يعني. لا والله حلو، حلو جدا. مم. حلو قوي. افكار زي الفل اهي. بس اللي بيقول ده انا باين عامل انيميشن فوق، ده انت ولا حد تاني ولا ايه؟ مين؟ في واحد كان بيقول انا
تقريبا هو اللي عامل انيميشن، ولا انا فهمت غلط؟ مش عارف. ابعت لنا يعني انت قصدك على ايه، عشان انا مش فاهم. حلو جدا. لطيف قوي. لطيف. هي من كانت يعني عندي تعليق في الحته بتاعت او السمير او الاسترتشنج اللي هيحصل في الحته الجايه دي وهو بيسحب. اه، هي ان انت عشان وانت بطلت في بتشد الاخر. لا مش فكره قطعت، آه، فكره ان هي مكانها كان، يعني هقول لك. هي دلوقتي كانت عامله حاجه زي ان الكوبايه كانت هنا. الكوبايه كانت مم. مايله كده شويه، والايد ماسكاها في الحته دي. هي كانت عامله حاجه كده. وبعدها الفريمه اللي بعدها عملتها هي بس مسحوبه. فيعني زي ما بتقول عملت زي ستريتشنج كده او زي سمير. ان هي الايد اتمطت كده شويه بالكوبايه. مم. وبعدين عملت الايه اللي بعدها اللي هي الايد وهي في المنطقه اللي فوق دي وهي ماسكاها عادي. عملت اللي هي الايد بقى وهي في المكان ده وهكذا. فهي عملت كده دي. لو تقصد بيها اللي هي تبقى زي سمير او زي ستريتش. سواء سمير او ستريتش هو ما بيتحطش في المنطقه اللي هي كانت فيها رسمه قبل كده. يعني انت دلوقتي عندك ادي الكي، او ده الكي الاولاني، وفي عندنا هنا شايفين الحته بتاعت الاوتلاين دي اللي هي دي. من تاني المنطقه دي دي المنطقه اللي هي كان فيها الكي الاولاني، المفتاح الاولاني. فلو انت بتعمل مفتاح بعده في ستريتشنج هتلاقي ان دي زي ما هي بالظبط تقريبا. او ده اللي حصل، يعني هي كانت في نفس المكان، فتحس ان هي زي ما هي واتشدت من الجناب. يعني دي زي ما هي ودي اتشدت كده من الجناب. فده بيدي لنا فيلينج ان هي الحاجه دي مطاط ولازقه زي ستيكي كده. الحته دي لا ملزوقه هنا، والمطه حصلت في الايه في الاطراف في الاتجاه ده. فلو انت عايز تعمل سمير او اي ستريتش ما تلزقوش في الكي اللي في الاول، خليه بعده. يعني ده يكون في المنطقه دي، بحيث يبقى في اه. مسافه ما بين ده وما بين ده. هتلاقي ان هو بص بقى من السرعه، بص بقى بيتحرك بسرعه في المنطقه دي من غير ما يلزق. مم. زي شايفين مثلا كويس لو ولا في حد لاج؟ داس على البانة مثلا، فاللي هو بيبقى فيه. ايوه. فلو حصل كده، الا لو انت قاصد ان هي تبقى حاجه لازقه. يعني لو هي حاجه فعلا بتلزق اعمل كده ماشي، ان هي تبقى في منطقه ثابته والتانيه دي بتتشد معاك ودي ما تتحركش. لكن طالما هو سمير او ستريتشنج لا ما تعملش ده خالص. ودي في الايه في المنطقه البعيده اللي هو اتحرك منها، بس اتحرك بسرعه في كل الايه السبيس ده. مم. وبعدين بقى في الاخر تكمل عادي الحركه على جنب. طبعا ما يلزقش كمان في الحته اللي هيقف فيها. يعني لو نفترض ان دي النهايه بتاعت الحركه، افترض ان ده النهايه هيقف هنا، فما تعملش الاسترتشنج ان هو يبقى في المنطقه العكس برضو اللي هي بتاعت الوقوف دي. هيبان ان هو برضو بيلزق بس هنا. ان هو ايه بص، يعني بقى في منطقه وصلت وفضلت ثابته، وبقيه الجسم بيروح يحصلها، فبقت عملت برضو نفس الفيلينج بتاع اللزق بس بالعكس. فدايما اي ستريتش او اي سمير خليه في المنطقه اللي ما بين الايه التو كيز. يعني ده هنا مفتاح وده مفتاح، هي في المنطقه اللي ما بينهم. فهتكون حاجه زي كده. تمام. فده يعني ايه نقطه برضو ممكن تسهل للناس شويه الحاجه. مم. لا حلوه جدا. طبعا سينج دي بتاعت نولان، بتاع حاجه مشهوره بتاعت انا متخيلها كده، انا مش شايفها غير كده بصراحة. سينك مارك سينك. ايوه ايوه. اتشهرت اول الحته دي اه، بحب بس البنساوي لطيفه قوي جدا. بصراحة. لطيفه جدا.
اه ده اكيد السين بتاعت البرايفسي. ايوه ايوه. مكتوب عليها، انا جايبهم بصراحه ان هم يكتبوا اليوم اه الاول اليوم التاني كام، عشان برضو اه لو هم حد كده. مش اه لا فاهم. صح صح. يعني انا قبل ما اقراها شفت يعني شفت ده ففهمت هو كان انهي. امم. لا حلو والله، لطيف جدا. يعني حاجه هبله قوي، حاجه هبله قوي، بس ان هو يكمل الحركه نهايتها يعني. يعني ما تقفلش الشوت بتاعك، ما يعملش اند في نهايه اللقطه بالظبط بتاعت الضربه. يعني الحدث دلوقتي اللي هو الضربه ده حاجه مهمه، ان اشوف الفعل ان هو ضربه. فعلى الاقل سيب لي رد الفعل بتاعي اللي هو ايه بعد ما ضربه الايد نزلت والكاركتر عارف يعني ثبت بعد الخبطه، سواء عمل اوفر شوت او ايا كان. عشان اشوف النهايه بتاعت اللقطه، ما تنهيش الشوت بتاعك في نص ضربه او نص اكشن يعني. دايما خليه في الايه، في الرياكشن نفسه، في رد الفعل. وانا واكلة بداني البيتزا. حلو قوي. وانا واكلة بداني البيتزا. لا حلو لطيف جدا. ده نفس الشخص معانا في كل دول. لا تمام قوي. حلو جدا. لا والله لطيف جدا جدا. فبس السكيلينج بتاعه شويه اتغير في الاخر عن يعني سكيل ده مش هو ده. اللي هو صغر يعني. صغر. بص حتى بصوا اه باين انا خدت طوله قد بالي ايه اه. حتى. حتى هو كده بص هنا بقى. يعني طب حتى لو دي فرد دي ايده مش حلها هيبقى. ايه يعني؟ دي حلها ايه؟ دايما اخد نسخة من الاول كي فريم مثلا عشان في الاخر لا لا. وانت فاتح الاون سكين بيبان يعني. وانت بترسم الرسمه انت بترسم الكيهات الاول. فوانت بترسم الكيهات لو انت فاتح الاون سكين بتشوف الرسمه دي. هنا شكله ايه وهنا شكله ايه، بتاخد بالك ان هو حصل له كبر او صغر. لو مش عارف خده كوبي وحطه جنبه. يعني خده كوبي بعد ما ترسمه حطه جنب اول واحده كده على جنب، وشوف هو نسبته هو زيه ولا اتغير ولا. يعني واحده واحده مع الممارسه هتلاقي ان انت قادر بعينك من اول مره تلقط السكيلينج يعني. فلو في الاول مش عارف خدهم يعني، بعد ما ترسم رسم خدها كوبي حطها جنب الاولانيه، جنب الكي الاولاني انت رسمته، وشوف لو في اختلاف ولا لا. ولما تعمل كي تالت خده من الاولاني تاني، مش يعني انت رسمت هنا رسمه عملت بوز هنا، فده الكي مم. رقم واحد. وبعدين رسمت كي رقم اتنين، رسمت كي رقم تلاته، فانت عايز تشوف تلاته ده الكي كويس ولا لا. فما تشوفوش من اتنين، شوفوا من واحد. لان هو ممكن يكون اتنين صغر ملي وانت مش واخد بالك. اه تفضل الميل فمش ده يعني يتكرر 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 وانت. بالظبط كده. فعلى ما توصل لرقم أربعة هتلاقي إن هو أنت مش هتيجي تبص مقارنة أربعة بتلاتة تلاقيه كويس. طب خمسة لأربعة برضه كويس، لكن هو الحقيقة خمسة لواحد لا، نسبتهم مش كويسة لبعض. فدايما خلي الأوريجينال اللي أنت شغال بيه هو ده اللي معاك إيه، بتقيس بيه كله دايما. مم. فدي برضه حاجة إيه، تريك كده ممكن تسهل الدنيا عشان موضوع السكيل ده. ده يتهيألي شفته، ده حاسس إن ده شفته ده. يعني اللي فات ده ما شفتوش قبل كده، بس ده شفته قبل كده. حلو جدا. لا لطيف والله، الناس عامله شغل عالي. حلو جدا. حلو جدا، بس حاجه بسيطه قوي. حاول تخلي فيه وقت فاضي ما بين الفعل ورد الفعل. يعني دلوقتي في رساله جت، فده رد الفعل من الرساله اللي لما بصت عليها. فالاتنين حصلوا تقريبا في نفس الوقت، يعني اول ما دي ظهرت بالظبط راح دي بتتحرك بعدها. مم. فمحتاجه شويه نفس عشان انا كمشاهد اعرف ان في فعل حصل، فبعدها ابدا اركز على الكاركتر اللي بعده اللي هو رد فعله. لكن ما يبقوش يعني ورا بعض كده زي ما بيحصل في الحقيقه. يعني اللي هي حتى لو في حاجه حصل بسرعه وانا اتخضيت، ما ينفعش انك تعمل الحاجه بتخض وبعدين على طول التاني يتحرك، لا اديله سنه يتحرك بعدها. اللي هي القاعدة بتاعت الستيجنج صح؟ عايز تخلي المشاهد بتاعت يبص الستيجنج بشكل بتاعت التايمنج بالنسبه للستيجنج ان مم. انت تخيل المشاهد يشوف حاجه بعدها يشوف حاجه تانيه. وحتى في البدايه يعني بدايه برضه بدايه الشوط الاكشن حصل على طول، يعني على طول الكلمه دي ظهر يعني. في فرق كام فريمه فاضيه بس قليلين جدا، يعني ما يكملوش ثانيه.
فمحتاج انك تطول شويه في الوقت عشان الحق اشوف في بدايه الحركه يعني في كاركتر واقف، تمام، افهم احنا فين، اللي بيحصل، الكاركتر ده بيعمل ايه، وبعدين يبدا الاكشن يحصل، الرساله، وبعدين يحصل رد الفعل، فعيني تبقى شايفه واحد اتنين تلاته. لكن كده انا حاسس ان انا كل حاجه حصلت في نفس الوقت، عارف، لو مم. واحد اتنين تلاته ورا بعض بسرعه. هو في فرق هي محطوط، بس قليل قوي، يعني محتاج بس تزوده اكتر. بس لكن غير كده تمام. طيب في هنا عندي برضو تعليق. عندي تعليق في كذا نقطة. هو حلو إن اللي محرك عامل ال ال الشارت بتاعت التوقيت هيبقى فين وعامل ايه، بس مشكلتها ان هي اصلا يعني ده عامل ده التوقيت ده هو رايح وده وهو رايح، فده تمام، ده اوكي. لكن عندي التعليق بقى في ده مشكلة كبيرة جدا جدا. تايم شورتس. اه هنا في مشكلة، والاوفرلاب بتاع ده والتاني في مشكلة. طيب اول حاجة في الاوفرلاب من الشوط اللي بعده، يعني كأنه ايه الراكور بتاع اللقطة. انت دلوقتي الكرسي ده طار، وقع اوريدي، يعني فاهم، يعني هو اوريدي. شوف التوقيت بتاعه بس. لا معقول، معقول، لا 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 خلاص، دي لا دي كويسة. ممكن بلاج او حاجة، بس هو لا هو كويس. انا كنت فاكر ان هو في بداية اللقطة دي الكرسي كان فوق. لا هو ده فوق فعلا اهو. لا ده كده مش تمام، المفروض يبدأ فيه هنا، ما يبدأش من ده، يبدأ من هنا، لأن هو اوريدي لما اتفاداه في وقت راح للكرسي بعد ما وقع اوت اوف فريم. اه يعني في أول فهمت. لقطة دي الكرسي وقع وفضلت شوية مش شايفه، فلما جت اللقطة اللي بعدها، بص بص قعد قد إيه تحت، أنا مش شايفه، وبعدها بدأ اللقطة اللي بعدها وهو هنا فوق خالص. فعندي حل من الاتنين، يا إما أبدأ من هنا، يا إما في اللقطة اللي فاتت أول ما يبقى هنا هعمل الكات بتاعي، يعني وصل هنا كات اكمل بقى في الايه، في ده هو فوق في الحته اللي هي دي، عشان بس الايه الراكور بتاع التوقيت يبقى مظبوط، لكن ما يبقاش اترمى اوت اوف فريم ويفضل حبه اوت اوف فريم وبعدين الاقي ده لسه بيقع من هنا تاني. لا ده المفروض يكون هنا اكتر. ماشي، ده بالنسبه للراكور ما بين اللقطتين. عندي تعليق على الستيجنج بتاع دي. انا هعمل لكم كده برنت سكرين بس عشان نشوف ده. ماشي، ده تقريبا التكوين اللي معمول للكرسي ده، لو ما كانش بيتحرك انا ما كنتش شفته. تمام، ده انا ما شفتوش خالص، ما خدتش بالي غير لما قعدت اعيد كذا مره، انتبهت من وجوده بسبب التكوين. انت عندك دلوقتي ممكن تاني بس عشان انا نسيت مش اه شايفه كويس. ممكن برضه حضرتك تكبره شويه عشان احنا بس مش شايفين برضه بتاع صغيره. اه اوكي اوكي، ماشي ماشي ماشي، كده كويس، ثانيه واحده، كده كده واضح. ماشي اوكي. طيب بص، انت عندك دلوقتي ده الكاركتر اللي كان بيتفادى فوق، اللي هو كان امم. الكوره ده. اه ماشي، وده الفريم بتاعنا. بص هو فين في الكادر، ماشي. في حته في سقف الايه الكادر، في حته فوق قوي، يعني قريب من الاطراف، فمش مكان كويس ان انا احط فيه. طب لو نفترض ان انت مزنوق واضطريت تحطه فوق قوي عشان هتبين الاوبجكت التاني وهو عمال يقع كل المسافه دي، فانت مضطر تخليه فوق. خلاص ماشي انا معاك، بس حطه في مكان يتشاف شويه، يعني اعمل اي عوامل تخليه واضح. بمعنى انت عندك تكوين تقدر تظبط بيه الكاركتر ده بحيث انه يتشاف. عندك تكوين ممكن تستخدمه بالجبال دي، يعني الجبال دي انت حاططها محطوطه كده وخلاص.
السحاب محطوط كده وخلاص. لا، طب ما تخلي السحاب مثلا بيتحرك او شبه مكانه بدل ما هو الحاجات الكبيرة قوي كده يعني. تبقى رايحه في المنطقه دي، تبقى رايحه في عشان المنطقه دي الدبس وكده الجبل يعني. ده، عشان يشاور عليه، عشان اشوفه. فاهم قصدي؟ عشان يشاور على المكان ده. التكوين ان انت لو عندك نقطه صغيره في وسط كادر كبير تخلي المشاهد يشوفها، هي دي اللي عيني تروح عليها. فبتشوفها ممكن ممكن تستغل كذا حاجه. ممكن تستغل الشادو البلاك اند وايت بتاعك، ان هو تحط غوامق في حتت وفواتح في حتت بحيث اشوفها. انك تستغل الخطوط اللي موجوده دي في التكوين بتاعك، يعني تخلي الجبال دي رايحه في ستيجنج رايح للنقطه دي مثلا بسبب ما. الجبال دي او السحاب ده يقرب، يبقى مشاور عليه الناحيه دي عشان اشوفه. فاهم قصدي؟ تمام. يبقى هو غامق، ما يبقاش حتى السحابه اللي لازقه فيه دي، لا اخليها يبقى في براه شويه كونتراست عشان يبقى هو يبقى فيه كونتراست فابقى شايفه. حاجات كتير قوي ممكن تعملها عشان ابقى شايف ده. في برضو قاعده ممكن تسهل لك برضو، اللي هي الرول اوف سيرد، انك تحط الحاجه في التلت، النقطه من النقط بتاعت التلت دي. يعني النقطه دي مهمه جدا، ممكن تحط فيها الكاركتر بتاعك والتكوين. يعني يبقى الجبل الناحيه دي كده مثلا، فساعتها بقى هو ده في المنطقه دي مثلا. فعندك كذا حاجه ممكن تحلها غير ان انا ما بقاش شايف الاوبجكت. طب دي نقطه كمان غير الايه الكلام ده، وغير التكوين. عندي مشكله كمان بقى في الايه في الانيميشن بتاع ده هو عامل، هو يعني كتر خيره فعلا عامل شارت للحركه. بس هو عمل خطأ ناس كتير قوي بتعمله، ان هو عمل تساوي في المسافات في الوقوع، على اساس ان ده سقوط حر. يعني دي حاجه بتقع، ما فيش يعني حاجه بتترمي. امم سقوط حر الجاذبيه بس هي اللي بتشدها، فده معناها ان هي هتقع بسرعه ثابته او سرعه لينير. ده مش هيحصل. ده في يعني في الفيزياء ما بيحصلش. في الفيزياء في حاجه اسمها قصور ذاتي. اللي هو سوري اسف، اللي اسمها هو عجله التسارع. الجاذبيه. عجله الجاذبيه او التسارع، بالظبط عجله الجاذبيه او التسارع. اللي هو ايه؟ اللي هو لو انا عندي اول فريمه كانت هنا، اللي بعدها كانت بقت هنا، تمام، اللي بعدها ما ينفعش تكون في نفس المكان. لان المفروض في تسارع بيحصل زي طاقه بيكتسبها الجسم، بتتحط في النقطه اللي بعدها، فبيبقى ابعد شويه. تمام، بيبقى ابعد حاجه بسيطه. بعدين المسافه الكبيره دي هتبدا تاخد قوه اكبر من الوقعه دي، فاللي بعدها مش تبقى زيها، هتبقى اشد شويه. فتفضل كده، تفضل بقى ايه، تسرع تسرع لحد ما تيجي في الاخر هتلاقي المسافه دي اللي قبل الهيد مسافه كبيره جدا، لان هو عمال يزود الايه التسارع بتاعه. تمام، لكن مش عمره ما هيقع بسرعه لينير كده. فهو مم. حط ده تمام، بس ما عملوش صح. يعني هو فاهم الفكره، بس هو حطه بشكل آه، متساوي. فهو محتاج ان هو يبدا يزود السبيد كل ما تقع عشان تبقى ايه الخبطه دي شديده جدا يعني. ده اللي الجاذبيه بتعمله اصلا في الوقوع يعني. بس فدي التعليقات اللي عندي في الشوط ده. يعني مش عارف هو موجود ولا لا، بس يعني لو انا بدي كومنت عليه فهو يعني ما اقصدش اي اهانه، بس دي حاجه ليه عشان ايه الناس تستفيد يعني. اوكي، لا كده كلنا عارفين ده اكيد جدا يعني. ايه ده، في ناس اصلا طب ده تبع تحدي ايه ده يا انس ولا ايه؟ ده لسه محطوط دلوقتي. اه، هل ده تبع يوم معين من اللي احنا كنا عاملينه ولا انت؟ آه مش عارف هو موجود طيب معانا. هو انس غالبا معانا اه. بالمناسبة يا شباب، يعني لو انتوا الناس اللي داخلة جديد وكده، فاحنا الشانل اللي انا لسه بعتها في السيرفر دي اللي في الشات دي بتاعت التحدي بتاع انمي، ان احنا كل يوم بنعمل انيميشن وكده. فلو حد كان شارك في التحدي يا ريت يبعته في المكان ده، بحيث ان احنا بنشوفه دلوقتي يعني. تبقى فرصة ليكوا يعني. لو حاجات فيدباك مختلفة ممكن تبقى تستنى لاخر السيشن يعني، عشان ما يبقاش مم. في عشان الاسئلة ما تتكررش يعني وكده. تمام. طيب
عامة ايه الحاجة يعني ايه المشاكل اللي انتوا بتقابلكوا او الصعوبات لو عايزين في التشالنج بتاع انمي؟ هل هو ان هو كتير، ولا ان هو آه انا عارف ان يعني في حاجة انا عارف انها صعبة قوي، انا عارف دي حاجة اللي هو ان هو وجوده في شهر 5، ان التحدي ده في شهر 5. دي حاجة انا عارف ان هي كانت صعبة، لان شهر 5 ده قريب شوية من الناس اللي هي بتمتحن، صح؟ ان هو في وقت امتحانات، فبعدها بشهر هيبقى عندهم، يعني في اخر 5، لان هو داخل في امتحانات او في مشاريع تخرج او ايا كان. بس مش هكدب عليك، كل تحدي اصلا كان معمول للناس اللي هم اوريدي في المجال. يعني مم. ماشي، ما فيش اي مشكله ان الناس الصغيره تدخل، بالعكس دي حاجه ليهم جدا. لكن مش هو الرئيسي، لانه مستحيل ان هو يوميا يحرك 30، يعني يوميا يقعد يحرك شوط شوط لحد ما معاه 30. دي الناس الصغيره او اللي هم لسه في الكليه او بيدرسوا، ده بيبقى صعب جدا، فهو معمول اكتر للناس المتخرجه. فالناس المتخرجه ببساطه مش فارق معاهم الشهر يعني احنا ما عندناش نص سنه واخر سنه، اللي احنا هو كده قاعد كده فاضي كله وعايز داخل في يشوف بعض، حاجة يعملها. يعني يعني بالظبط. ف... فهو دي كان ده كان كومنت بس بيجي لي كتير، ان هو ايه، لا انا مش فاضي عشان الكليه، خلاص يعني خلص الكليه يعني ادخل في الكليه بالحاجه اللي تقدر عليها. بعدها بقى ادخل براحتك يعني. اه يعني مش لازم في شهر، يعني هو اسمه انمي بس انت مش لازم تعمل البتاع في التحدي في نفس الشهر. لو قدرت، لو مش هتعرف خلاص ممكن تعمله بعدها. في بالظبط. مثلا اخر واحد تقريبا باعت الحاجة دي كان عملها اصلا لسه باعتها من اول الشهر ده تقريبا. فاللي هو كان فاضي قال لا اعمل حاجة، فلا ده حاجة كويسة يعني بتتمرن. ليه لا اه يعني. فانا بالنسبه لي ده، يعني ده انا بس يعني عشان بسمع النقطه دي كتير، اللي هي بتاعت مفيش وقت ان انا ادخل في التحدي، وده بيجي لي من ناس صغيره. طبيعي يا جدع، يعني انت اصلا في وقتك ده يا دوب للكليه وللدراسه، فمش هتعرف تدخل قوي في التشالنج. في الشغل بقى، ما هو طبيعي يا جدعان، انا طبعا في الشغل طبعا الناس بتشتكي، بس ان هو وقته كان، يعني ده كان جالي النقطه دي من كذا سنه، اللي هو قال ان هو وقته قريب من رمضان. هو انمي لما بدأ ما كانش في رمضان، ده بالعكس ده كان قبل رمضان اصلا. هو رمضان هو اللي يجيله. رمضان هو اه اللي دخل عليه، يعني هو بعد كام سنة رمضان هو اللي دخل بقى في شهر 5. فهو ده اللي عمل مشكلة، وفي سيزون وفي صيام ومش عارف ايه، دي حاجة مش بمزاجي. هو في الاول ما كانش معمول ان هو في وقت رمضان، بس خلاص وكده كده هو عداه بقى دايما التشالنج. يعني رمضان دخل في وسطه، بعدين خلاص عداه طلع براه، فبقى رمضان بعد. فحتى السيزون بتاع رمضان احنا الحمد لله خلاص مع طلعنا براه، فاحنا نعرف نخش التشالنج عادي يعني. لكن غير كده ايه الصعوبة؟ يعني انتوا بالنسبة لكم ايه الحاجة الصعبة؟ اسمع منكم برضو، ايه الحاجة الصعبة في انك تدخل في التشالنج 30 يوم؟ ايه الصعوبة اللي انتوا بتقابلوها اصلا؟ هل عشان هو 30 يوم فانت يوميا بتحرك، ولا ايه بالظبط؟ ممكن تكتبها شباب في الشات على ما هسأل السؤال ده. هو بصراحة أنا كباسم وفي ناس كتيرة برضو زيي يعني مش عارفين نبتدي ازاي. هل مثلا يعني حضرتك مثلا هل في فرق قبلهم مناسبة؟ يعني نحبر مثلا، يعني نعمل حاجات رف وبعد كده نحبرها، ولا نشتغل على طول، ولا ايه بالظبط؟ والله رف لوحده من غير ما تحبرها زي الفل. هو الهدف منه اللي هو يبقى حتى بنسل تيست، اللي هو بيسموه الرف او البنسل تيست، مم. او جايد ايا كان اسمه يعني. بس هو مش انك تحبر وتلون خالص، يعني انت مش محتاج انك تحبر وتلون الشغل بتاعك، لان التحبير والتلوين بياخد وقت جدا. يعني التحبير والتلوين والفينيشنج بياخد قد وقت الانيميشن اصلا. يعني لو انا عملت شوت انيميشن في ساعه، فلو انا هحبره هاخد ساعه كمان. لو مم. عملته في ساعتين يبقى التحبير والتلوين هياخد ساعتين. لو انت عملته في يوم فهو يوم تحبير وتلوين. فانك تعمل تشالنج يومي وتحبره وتلونه تاخد ضعف الوقت اللي انت تاخده في التحريك، لا ده مش هيحصل. فانا ما انصحش اي حد ان هو يحبر ويلون في التحدي ده، وهو الهدف منه التحريك مش الفينيشنج. فانت تكتفي بالرف، انك تعمل رف انيميشن ده كفايه جدا. فايه تاني معلش قلت لي غير التحبير والتوليد بياخد معاك وقت او؟ في ناس كاتبة كتر الأفكار المفروض تحركها في الشهر. كانت بتقول ممكن تحرك عادي اسمه إيه ده، يعني ممكن تعمل التحدي بتاع الشهر ده في السنة كلها، يعني تقسمه على السنة كلها. مهم. اوكي. ماشي، يعني لو دي حاجه ليك برضو، يعني لو انت شهر صعب بالنسبه لك وعايز تدخل فيه، طول المده تخليه في شهرين 3 10، ينفع طبعا. يعني انا مش هعاقبك ولا هقول لك لا مش هقبله، ولا هقول لك انت عملته في شهر 7 عليه ولا بتاع. اكيد مش هيضر. اكيد يعني بص، الممارسه والاستمراريه مهمه جدا للانميتور، جدا. مش السرعه مهمه بس هتيجي مع الوقت.
يعني يا فرحتي ان انت سريع بس بتطلع حاجه غلط، يا فرحتي بيك في الشغل وانت فاهم، يعني يقول لك ايه، انا بقى خلصت اللي عليا بس عمال تعيد ومش مظبوط. الشطاره انك تعمل حاجه مظبوطه. طب السرعه هتيجي امتى؟ لما تعملها كذا مره، لما تعملها كتير، فمخك تلقائي هيشتغل اسرع وبيفكر، ويرتب افكاره احسن، فتلاقي نفسك سرعت. لكن ما تبنيش سرعه على غلط. يعني اقول لك حاجه، انا في مره قعدت كده، دخلت شهرين بالظبط اتمرن بيانو، وما تسالنيش ايه السبب يعني، ضربت في مم. بالي كده بتمرن بيانو، وبعدين سبته طبعا، ما لقيته ان هو محتاج تفرغ تماما وما عرفتش. بس لقيته في حاجات شبه الانيميشن. يعني انا كنت مثلا بقرا النوته وبقعد ايه ادوس، طبعا هي حاجات بدائيه جدا اللي هو ايه عشان فاهم يعني، الريتم ثلاث والكلام ده. اربع. اه فانا كنت بحاول اعمل نفسي سريع، احاول اسرع الايقاع. فالدكتوره اللي كانت ماسكه الموضوع تقول لي، توقفني تقول لي ما تعملش بسرعه، اعمل صح. فانا مم. مش عاجبني، يعني انا عارف انت ماشي زي التاتا تاتا، عمال تيك تيك تيك، فتقول لي مش مهم، طالما صح وقاري نوتة مظبوطه تمام. سرعه انا مش عايزه. فانا كنت طبعا كحد يعني ايه، عارف انت اللي بتدخل في اول حاجه وعايز بقى ايه، تسمع الايقاع، يعني انت عارف ان المزيكا حاجه معينه، فانت عايز تسمعها في ودنك زي اللي في ايدك. اه. فانا مستعجل ان بسرع ايدي عشان اسمعها زي ما انا عارفها. فان هي تقعد توقفني وتقول لا اعملها بالراحه، دي كانت حاجه مزعجه بالنسبه لي. بعدين اكتشفت ان هي اللي صح، يعني هي طبيعي ان انا اتعلمها صح بعدين اسرع. تعال ناخدها في مثال تاني، انت بتسوق عربيه، بتتعلم سواقه عربيه، هل اصح انك تتعلم ازاي تمشي بسرعه ولا انك تتعلم تمشي صح؟ مم. اكيد تتعلم صح من غير ما تمشي وتخبط، تتفادى اللي جنبك ويمينك وشمالك حتى لو انت فضلت ماشي بالراحه. يعني تخيل كده، انا قلت لك انت تتعلم تسوق عربيه، ومش هعلمك خالص انك تطلع السرعه الثالثه، حتى انت اخرك سرعه رقم اتنين، هتوصل يعني بالعربيه هتوصل عادي، متاخر بس هوصل للمكان اللي انا عايزه. لكن يا فرحتي ان انا بوصل اجيب الغيار الثالث والرابع بس انا بمشي مخبط او باذي الناس والعربيه، يا فرحتي بهذه السرعه. فطب لو انا ماشي بالراحه وقعدت كتير بالممارسه بمشي بالراحه، ايه اللي هيحصل مع الوقت؟ انا لوحدي هسرع من غير ما حد يقول لي، انا واحده واحده هبقى سريع. بس وانا سريع هبني على آه على ان انا ماشي صح. لكن ما ينفعش تبني على سرعه بعدين تقول لك من السرعه دي هبني على حاجه على صح بتاعي، مش هيحصل. هتلاقي نفسك طالما بنيت على غلط كله هيطلع غلط. فانا رايي التأني وانك تطلع حاجه اصح احسن 100 مره انك تعملها بسرعه وغلط. فالتشالنج لو انت فردته من شهر خليته سنه انا موافق، بس تعمله مظبوط. يعني اتحرك كويس، وانت بتحرك ركز في التحريك بتاعك. السرعه هتيجي مع الوقت، لما تقعد تعمل كتير حركات تبقى نفسك عارف تتحرك بسرعه. فده نقطه، ان انا افرد التشالنج ده على مده اطول ما عنديش اي مشكله طبعا. كتعليم ده اصح جدا، حاجه صحيه جدا يعني انك تعملها. كان ايه نقطه تانية معلش قلت لي عليها؟ نقطة الأفكار، يعني في ناس مثلا بتبقى مش عارفة إن عندها الافكار. أفكار كتير. اه. اه طيب الافكار، بص انا دلوقتي، آه لو افترض ان انا عايز احرك، ماشي، انا شغلتي كانيميتور ان انا احرك الشوت اللي معايا. هل انت كانيميتور شغلتك انك تكريت الشوت؟ يعني احنا بنيجي ننزل نشتغل في السوق، انا كانيميتور، هل انا اللي مم. بكريت الشوت لا، ولا بيجي لي حاجه بورد وانيماتكس ولي اوت تصميم شخصيات وانا بحرك عليه؟ في كده وفي كده. اكيد بيجي. طب في الطبيعي في الشغل في البايب لاين شغلانه في طويله، البايب لاين لا، انت بيجي لك ستوري بورد جاهزة وبتاع هيجي لك السوري. طب هل انت محتاج انك تفكر في الفكره لا. كانيميتور؟ مش شغلتك، مش بتاعتك. فطبيعي ان انت كانيميتور يحصل لك زي ما تقول ايه، بلوك كده، اللي هو ايه ده، هو انا احرك ايه؟ ايه الحاجه اللي قدامي احرك؟ انا مش عارف. لان دي طبيعي، طبيعتك كانيميتور، دي مش شغلتك، دي شغله حد بيكريت حركه، بيكريت موقف، بيكريت تكوين، يحط ده هنا ده هنا، يعمل التكوين بتاع الحركه. لكن مم. كتحريك دي بتاعتك انت. فلما يجي لك صعوبه في ان انا ايه ده، هو المفروض اعمل ايه، دي حاجه طبيعيه ومش غلط، عشان الناس ما تفتكرش ان هو ايه، دي حاجه هي نقص منه او حاجه. هي طبيعي يا جدعان، ده مخنا، يعني احنا زي ما تقول ايه، ربنا مدي لكل واحد قوه في حته، فانا القوه بتاعتي في التحريك مش في ان انا الف موقف، صح؟ مم. وهو ركز. العكس، هو ممكن يالف موقف بس هو ما يعرفش يحركه ولا يعرف يطلع بيه بحاجه. فنشتغل مع بعض، انت اديني فكره وانا احرك. طب في التشالنج ده انا هدف منه التحريك مش هدف منه الافكار. يعني التشالنج بتاع التحريك ده معمول للانيميتورز، فالهدف منه ان احنا نحرك فقط. ده معناها ان انت بدون مبالغه حط اي حاجه وحركها.
بالطريقه اللي تريحك. يعني مثلا انا فاكر كان في تشالنج كان جاي لي، كنت من كام سنه، بتالي سنتين باين، كان جاي لنا شاي. ماشي. انا فاكر ان كذا حد قال لي اعمل ايه. يعني دي فانا كنت كلمة بقول له ولا ايه بالظبط ده عشان ده بس. كلمه ده كلمه في السيم، ده كلمه في السيم. يعني هتلاقي في سيم كده في السنين اللي فاتت، اعتقد كانت يعني 26 اعتقد كانت في 24 في السيم بتاعتها، مش عارف السيم فين. تهيألي كانت اهي فعلا 24 تي. مم. اه انا فاكر اليوم ده، انا خلصت التحدي كله. فكان جاي لي بدون، انا فاكر دي لان انا بقول لك عليها، انا فاكرها كويس. اه انا فاكر عملت انا اتنين كمان تقريبا او كده. ثلاثه بعتوا لي مم. قبلها، اللي هو ايه، طب انا اعمل ايه في شاي. فانا بصراحه السؤال كان يعني بالنسبه لي سوري مستفز، اللي هو يعني ايه تعمل ايه ايه في شاي؟ واحد اعمل اي بيشرب حاجه. شاي مش عارف ايه. انا عملت كده، انا عملت واحد بيشرب شاي اهو بص، عملت واحد بيشرب شاي. بص، شرب شاي، خلاص كده الشوط خلص. مم. بهذه السذاجه وهذه البساطه. انت مش مطلوب منك انك تالف فكره عبقريه وتالف موقف يعني. بص، كان سليبر رول شبشب. اه حد بيرمي فبص، شبشب، الموضوع بسيط. بس حتى كده. والله ولا رميته حتى اهو. ما رميتوش، هي بس مستعده الام وهي جاهزه عشان انت عملت مصيبه، بس كده خلاص. مم. انا عايز عملت ابسط من كده ايه؟ انا عملت الشاي ده اللي هو شاي فتلة، فانا خليت فتلة بتنط في الشاي، بس كده. حلو، بس خلاص. هل دي فكره؟ هل دي فكره عظيمه او فكره لا يعني؟ بس عادية. هي الهدف منها ان انا احرك حاجه بتنط. فانت ببساطه ممكن تمشي بالعكس، يعني ممكن تقول انا نفسي احرك ايه، فهعمل السيم ده عليه مثلا. يعني مثلا الشبشب ده، انا نفسي احرك مثلا حد بيجري. انا في مود دلوقتي انا عايز حد بيجري، مش عايز بقى فجالي شبشب. هعمل ايه؟ خلاص هعمل واحد بيجري وشبشب وراه عادي جدا. مم. صح؟ يعني فانا، لان انا نفسي احرك واحد بيجري، او عندي تشالنج كده ان انا نفسي احرك واحد بيجري. فخلاص يبقى اعمل طالما هي دي التحريك اللي انا عايز اعمله وحط وراه شبشب عادي جدا، بيطير بقى وراه او ممكن ايا تجيب كان، اول واعمل فكرة في الجري. بالك، مش لازم تقعد تجيب فكرة اللي هتكسر الدنيا بقى، يا نهار اسود الراجل ده ما ايوه، حصلش. اول فكره بالظبط، اول فكره تجيلك عشان تتحرك. الهدف من التشالنج ده ان احنا نحرك، مش ان احنا نكريت موقف، لان دي مش شغلانتنا. وخصوصا انك تكريت موقف ده بياخد وقت طويل، اقعد كتير افكر آه، هحرك ايه بالظبط. فاهم قصدي؟ فليه اضيع وقت؟ انا اصلا اوريدي التحدي ده احنا بتعمله مش في اليوم كامل. يعني في اليوم بدون مبالغه انت بتعمله في او انا بعمله في حوالي 4 ساعات، لو طولت قوي 6. مم. 6 ساعات في اليوم، ده كتير في ان انا اعمل ده في يوم، وخصوصا ان انت بتعمله جنب شغل. فانا في فاهمك حاجات اه. بتاخد معايا ساعه طب دي حاجة ساعتين وكفايه برضو، عليها. ازاي يعني نأثر، يعني انا عارف ان حضرتك قلتها من شوية، البراكتس بتخليك سريع وانت كده كده مش لازم تعملها بسرعة، بس لو حد عايز مم. يعمل حاجة بسرعة عشان يروح اليوم اللي بعده، فيعني امتى يعرف انه ما بيكروتش مثلا؟ بص، يعني انا. يكروت لو الحاجه طلعت غلط. يعني انت عندك دلوقتي في ليفلات من الشوط اللي هتعمله، اللي هو ببساطه انا ممكن اوريه لحد يفهم اللي بيحصل. اه. تمام، فهو فهم دي ليفل. في ليفل تاني ان هو ما يبقاش فيه غلطات فيزيكال، يعني ما فيهوش حاجه يعني مثلا ممكن اعمل واحد بيقع من حته، امم. مثلا زي حد وقع مثلا في حته عاليه كده وهو بيمشي راح وقع. فاللي بيتفرج فهم ان هو مشي ووقع غصب عنه عشان مش واخد باله. دي اللي هو المعلومه. اه. دي ليفل اولاني، اللي هو ايه، انا عرفت افهم المشاهد ايه اللي حصل. ده امم. كده دي الليفل الاولاني. في ليفل بعده اللي هو ايه، فيزيائيا تبقى الدنيا صح، امتى هيبطأ، امتى هيسرع، امتى هو بيقع، ايه الايد هتبقى فوق ولا تحت ولا، فاهم يعني، الاوفرلاب والقواعد بتاعت البرنسبلز. ده الليفل التاني. الليفل اللي بعده تدخل في البادي ميكانيك. فاهم يعني، لو هو حد بيشيل حاجه تقيله، إيه اللي بيحصل في البالانس، اللي بيحصل في الجسم عشان يقدر يشيل حاجه تقيله او يزق او ينط او ايا كان، البالانس بيبقى عامل ازاي. الليفل الاخير بقى بتاع الاكتنج، اللي هو وقع ليه، هو مين ده وكان رايح فين. فاهم قصدي؟ اللي هو الكاركترايزيشن بقى بتاعته، اللي هو احكي اصدق ان ده حقيقي. اشوف ان الكاركتر ده فعلا، اصدق ان ده ماشي واسمه إيه ده، وكان راح يعمل حاجه معينه، احس ان ده راجل صاحي. فاهم قصدي؟ ده ليفل الاخير بقى في الاكتنج. طب انت في الليفل الاولاني،
ايه المشكله؟ يعني انا لسه في الليفل الاولاني بتاع، انا يا دوب فهمت اللي بيتفرج ان هو وقع، بس انا عندي مشاكل في التحريك، زي اللي حالا لسه شايفينها بتاعت الرمي الكوره بتاع الشوال ده اللي رمى كوره. مم. فده في مشاكل في الجزء الاولاني بتاع التحريك في اول ليفل اللي هو بتاع سلو ان سلو اوت، في مشاكل فيه. بس تمام، انا شفت الستوري فهمت، دي حاجه حلوه جدا. وصعبه ان انا افهم المتفرج ان هو ده رمى حاجه وان ده بيتفادى وان ده مش عارف ايه. ده كويس. فانت لو في الليفل الاولاني ومبين ستوري، اوكي، اشتغل على ده. مش محتاج انك تقعد من اول مره عايز توصل ليفل ده مم. خالص. لا، انت امشي في ده، خلصه، خش في اللي بعده. ازاي ابين الحاجه فيزيائيا صح، الجاذبيه بتعمل فيها ايه، وبعدين خش على اللي بعده في البادي ميكانيك، خش بعده في الاكتنج، وهكذا بالترتيب الطبيعي. فانت مش محتاج انك تشرح كل حاجه في نفس الوقت خالص. يعني ده هيبوظ لك الدنيا، ولا انا هفهم ايه اللي بيتقال، ولا انا هشوف الحركه شكلها مظبوط، والمشاكل كلها هتبان. فاهم قصدي؟ مم. فده النقطه الاولانيه. طب انت عايز دلوقتي تغذي المعلومات بتاعتك عشان تقدر تكريت حاجه حتى لو بسيطه، صح؟ عشان تجيب افكار حتى لو بشكل بسيط. الفرجه دي الاجابه. الفرجه، انا عندي آه، اي حاجه بعمل لها سيف، اي حاجه عجبتني بعمل لها سيف. بتفرج على بنترست، بقعد اتفرج عليه واسيف حاجات انيميشن عجبتني. الفيسبوك بتخش على الحاجات بتاعت الانيميشن، الناس اللي بتنزل حاجات على انستجرام او ايا كان، بعمل لها سيف. ليه؟ عشان اقعد اتفرج عليها، عشان اغذي عيني ومخي. ده لوحده مع الوقت لما تيجي تشتغل هتلاقي نفسك دماغك تلقائي بتطلع حاجه انت شفتها قبل كده، حتى لو هتخرف فيها او هتحرف فيها، بس هتطلع حاجه انت عارفها. لكن لو انت ما بتتفرجش خالص، فمعناها ان، انا اسف، المخ فاضي. يعني ده كده بني ادم لطيف، فاهم؟ مم. والمخ بتاعه فاضي، اسود، يعني ما فيهوش اي معلومات. انت المفروض ده اللي هيطلع الانيميشن بتاعك. ما انا طالع انيميشن بايه؟ بفكره موجوده هنا، صح؟ في مم. فكره موجوده هنا، فابدا اطلعها على الورق. طب ده لو فاضي هتطلع ازاي؟ لازم تعمل له انبوت، لازم تغذيه بالفرجه، انك تتفرج على قد ما تقدر، تمام، وتغذي ده، فيجي له افكار كتير جدا. فساعتها لما اجي اطلع، هعرف اطلع حاجه. لكن ده فاضي، والمفروض منك انك تطلع حاجه، ما هطلعها ازاي؟ مم. اكيد هعطل، اكيد هتعطل. فانا يعني انا عن نفسي بتفرج عشان كده اول ما بشوف حاجات بقول اه دي شفتها قبل كده، ده انا عارف الريفرنس بتاعه، انا عارف الكاركتر ده خده منين، ده بجد انا عارف ان هو موجود. يعني في حاجات بشوفها انا عارف ان ده بتاع. ولحد دلوقتي في بيجي لي شو ريل عشان الكورس مثلا، في كورسات هتبدا في كذا حاجه، فالناس بتبعت شو ريل، وانا بتفرج على الشغل بتاعه انا عارف هو خد ايه منين. بجد انا عارف ان ده خد الكاركتر ده من الحته الفلانيه، ده خد ده الحركه دي من كذا، حتى هو مغير فيها بس انا لقيتها لان انا بتفرج كتير. ف فكل ده هنا كل الحاجات اللي على النت دي موجوده في دماغي. بفتكرها اول ما اشوفها تاني، اقول ده انا شفتها في الحته الفلانيه، ده واخدها من كذا وهكذا يعني. فلما اجي اطلع كرييت موقف، ده مليان. فيا سيدي اتفرج. لو انت حتى اتزنقت في موقف ما كانش موجود، موقف ما كانش موجود، اتفرج عليه زيه هو بالظبط. يعني مثلا نفترض ان جالك سين مثلا، قول اي حاجه، اي سين مثلا غريبه، مثلا حاجه بتاعت كونغ فو مثلا، حاجه تمام. فيها حد وانت ما بتحبش الاكشن ولا بتحب انت شخص يعني بنت او حاجه، فما بتحبش الاكشن ولا بتحب تتفرج عليه. فالسيم لقيت ان هو في كونغ فو، فهي ما فيش هنا كونغ فو، في هنا زمردة وورود وحاجات كده بتحط. مم. فازاي احط؟ فده معناه لازم تعمل ايه؟ تتفرج على على بصرية. كونغ فو، مم. عشان بالظبط عشان يبدا يدخل معلومه جديده هم كونغ فو دول بيعملوا ايه. الميزه بقى اللي بتحصل والشطاره اللي بتحصل ان هي لما تيجي تطلعها مش هتطلعها زي ده، هي هتطلعها كونج فو زائد الحاجه اللي عندها، الداتا مم. بتاعتها، فهيطلع حاجه جديده حلوه، لان هي عندها نوليدج، صح؟ هتطلع لها كده حاجه لطيفه وجديده لانها عندها حاجه مختلفه هنا. فلما تضيف عليها هتعمل
ميرج كده لطيف وتدينا حاجه مختلفه. لكن ما ينفعش ان هي تطلع، لو قلت لها لا مفيش والله هو كونغ فو لازم تتصرفي، فهي ممكن تتصرف بذكاء من اللي معاها برضه. يعني لو هي مفيش وقت او هي مش عايزه او دخلته مش فاهماه، ممكن تالف من الموجود، اللي هو ايه، والله انا هعمل بنت طالما انا بحب الورود ومش عارف ايه وبتاع، والسيم كونغ فو، بس انا هعمل ان هي واقفه ومش عارفه اهم حاجه وعماله تقطف ورد، وهكتب ان انا دي البنت ده ده كونغ فو من وجهه نظري، هي بنت بتلعب بتقطف ورد في عالم كله اكشن او ايا كان. هي دماغها، هي ده اللي عندها. بس في كل الحالات هي لازم تانبوت وتحط هنا داتا عشان تعرف تخرجها. فالصعوبه اللي ممكن تحصل للانيميتور هي وانا بخرج ايدي مش مساعداني. الرسم يعني عارف اللي هو ايه، زي ما تقول ايدي مش قويه في الرسم، فمش عارف ارسم البوز كويس. ده اللي ماشي، ده اللي محتاج تمرين للايد. لكن لازم يكون قبلها ده مليان. ما ينفعش انك يعني، حتى عشان كده احنا بنشوف ناس ايديها حلوه بس الشغل بتاعها مش تمام، لان هو ايده حافظه من كتر ما بيرسم بس ده مش شغال. يعني اعتقد بنشوف حاجات من امثله من النوع ده، ان هو في حد انت حاسس ان ايده قويه بس هو في حاجه في الشوط بتاعه مش تمام، او في امم مش لازم، مش شرط في التحريك، حتى في الرسمه انت حاسس ان في حاجه، لان هو ما عندوش انبوت. هو ايده من كتر ما بترسم وبتنقل، يعني عارف بالظبط اللي بيحصل، بيشوف حاجه وينقلها مراية مثلا من يعني. غير من غير ما تعدي على مخه، فيشوف حاجه وينقلها، يشوف حاجه وينقلها من غير ما يدخلها هنا كداتا. فالنتيجه ان هو هيطلع بستايل واحد ما بيغيروش لانه عمال ينقل، صح؟ لو جه غير الستايل بتاعه ده ما بيعرفش، لان هو مش بيغذي، مش بيدخل ستايل اثنين وثلاثه ويمرج ما بينهم ويطلع، او يفهم هو، لا ما بيطلع نفس النتيجه دايما. هتلاقي ان هو حاجته خلاص مع الوقت انت خلاص تحفظها وما عندوش جديد، لان هو عمال يطلع نفس الحاجه اللي ايده حافظه انه فكل ما يجي يمسك القلم والورقه يطلع نفس النتيجه، ما بيزودش عليها لان هو الانبوت بتاعه مش شغال. فنصيحه ليك كانيميتور، لا ده لازم يكون نشيط جدا. ده السلاح بتاعك مش ايدك زي ما الناس فاكره. الناس فاكره ان الانيميتور هو ايده هي السلاح بتاعه، لا هو مخك. المخ ده لازم يكون هو متغذي الاتنين صح، بالذات في الفريم بص، باي فريم. لا هقول لك حاجه، في الفريم باي فريم ما لسه حالا جاي لك في النقطه دي. في الفريم باي فريم ايدك تكون قويه. طب لو انت شاطر وفاهم الحركه بس ايدك مش مساعداك، روح يا سيدي للستوب موشن عادي، روح ل 3 دي. مش هو هتطلع انيميتور شاطر. في ناس، في انيميتورز جامدين جدا جدا في السوق 3 دي وستوب موشن وبتاع، عشان دماغهم شغاله، ايديهم مش مساعدهم ان هو يرسم. طبيعي، ده نوعك يعني، ده الموهبه اللي ربنا مديها لك، او نوع التركيز بتاع مخك مش رايح للايد ان هو يرسم حاجه فتطلع زي ما هي. بس انت فاهم كويس، خلاص طلعها في 3 دي بالماوس، مش محتاج انك ترسم. فهمت قصدي؟ امم ف لكن لو ايدك مساعداك خلاص استخدمها ك 2 دي. فهي دي النقطه، ان انت مخك هو الحاجه بتاعتك. يعني يا فرحتي انك عمال تذاكر، عشان كده في ناس كتير بتقعد تذاكر وما بتتطورش وما بيحصلش اي تطور. ما بيحصلش تطور لان هو ببساطه هو بيشوف الحاجه بس ما بتعديش جوه، ما بيفهمهاش. هو بيشوفها ويحاول يطلعها على طول من غير ما يعرفها، في بلوك كده هنا فاهم، ما بين الايه ايوه العقل فلا يعني محتاج انك تقعد تشوفها، تفهمها، تفهم هو ده عمل كده ليه، طب هو ده عمل ايه المشاكل بتاعتها، طب ايه الصح، ايه الحلو اللي خلاه يعني مش عارف يعمل كده ليه. تقعد تحلل على قد ما تقدر، وبعدين طلع يا سيدي، هتلاقي نفسك الاوتبوت هيبقى احسن بكتير من انك تقعد تشتغل على فاضي. فانا بقول لك يعني، معلش احنا طولنا في النقطه دي، بس دي حاجه مهمه. وتاكيدا على سؤالك اللي هو الورقه فاضيه ومفروض ان انا اطلع حاجه، انت مش مطالب انك تطلع فكره، انت مطالب انك تحرك الشوت بيتحرك. ده الهدف من التشالنج. شاي، اعمل واحد بيشرب شاي بهذه السذاجه. مطلوب مش عارف تحرك نار من غير فكره، اعمل نار بتتحرك لوب، بس كده. ده زي الفل، مش طب محتاج انك حاجة تكريت فكره. بالنسبة اه معلش النقطة اللي فاتت، هل بالنسبة بقى للحركة، يعني هل يعني محتاج ممكن يبقى يستعمل ريفرنس عادي ده لازم، ولا ده لازم؟ ده لازم، ده مم. لازم. يعني بص، يعني اقول لك حاجه.
هحاول اشوف لك حاجه. والله انا مش فاكر هي كانت موجوده في انهي ورك شوب. ففي نفس السؤال برضه، هل يجيب الريفرنس منين؟ يعني ايه انسب طريقه مثلا ممكن حد يجيب منها طيب الريفرنس؟ ماشي، هدور على حاجه الاول وخليك فاكر معايا الاسئله دي ايه. اوكي. آه، اعتقد كانت في حاجات. هل في حد من الناس اللي دخلت جديده شاركوا في تحدي انمي السنه اللي فاتت او في اي سنه قبل كده، او عارفين تحدي؟ طيب. مثلا ده مثلا، في هنا حاجات اهي. مش معايا السورس، مش عارف السورس تايب بتاعها. ده مثلا، ده كان حاجه من الورشه بتاعت موف ارت. كان نعمل مع بعض ان واحد بينط فوق حاجه ومش عارف ايه امم ماشي. هل انا كانيميتور حافظ الحركه بتاعت النطه وعارف ايه اللي انا ممكن اعمله بالظبط؟ لا. حافظ الحركات؟ اكيد أنا مش حافظ الحركات. فلازم اتفرج على فيديو. فالحركه دي ليها فيديو على فكره، بس انا مش فاكر او يعني. هو انا السورس معايا هنا بتاعها. الريندر، بس أنا مش عارف هو فين. امم بس هو ده، شايف الثامبنيلز اللي فوق دي السكتشات اللي انا رسمتها من الفيديو. امم ففهمت انه اول مره كان واقف على انهي رجل. لما سند بايده كان جسمه عامل ازاي، وعمال اذاكر فين التوازن بتاعه، فين التمركز في كل الحاجات دي. لما نط حصل له ستريتش عامل ازاي. باخد الكيهات المهمه بالنسبه لي في الفيديو. فاهم قصدي؟ ولما امم حصل له ستريتش كان عامل ازاي، ايده فوق تحت ايا كان. وحطيت خلاص، فهمت الحاجه، بعدين نفذت. وضفت من عندي، يعني ضفت من عندي الحاجات اللي هي كانت مختلفه او ما عجبتنيش في الفيديو، انا هضفتها من عندي. تمام. لكن انا فهمت من ده. حاجه زي ده مثلا. تمام. ده كان بيرمي حاجه، فده كان ليه فيديو. خدت منه الاشكال الرئيسيه اللي انا محتاجها، وحطيت الحاجه المهمه، اللاين اوف اكشن بتاعه عامل ازاي، التوازن بتاعه كان فين وبقى فين. كل الحاجات دي. وغيرت طبعا عن الفيديو، يعني ظبطت الحاجه اللي مش عجباني. يعني انا فاكر حتى في الحته دي وهو بيرمي كانت ايده دي مش هنا، كانت ورجله دي كانت لامسه الارض، فانا رفعتها. وهكذا، يعني غيرت الحاجه اللي انا محتاج اغيرها. واشتغلت على كده وخدت اللي انا عايزه وخلاص. فده ما كنتش هطلع بيه، لانه مش موجود في دماغي. هو مش موجود في في ده. حد امم بيرمي حاجه، فانا ما اعرفش هو اللي بيرمي حاجه ممكن يعمل ايه. لو عارف هطلعها على طول. لو مش عارف، يعني افترض كمثال تاني، حد بيعمل الحاجه كونج فو مثلا. هل انا حافظ كل حركات الكونج فو عشان احركها؟ اكيد لا، لا. فلازم برضه اعمل ايه؟ صعبه جدا. يبقى يبقى انا لازم ريفرنس. اتفرج على فيديو وافهم بالظبط هو عمل ايه والبالانس بتاعه، واضيف. اشوف بقى، اذاكره، افهم، واضيف عليه المعلومات اللي عندي كظبط سيلوت وبالانس وخلافه، واحط التاتش بتاعي وانزل. اعمل ايه؟ اوتبوت. لكن من غير ريفرنس ما عنديش اصلا الداتا دي بتاعت فاهم قصدي؟ امم فده مهم. ده الريفرنس. تاني كسؤال بالنسبه لك اللي هو منين بقى؟ منين، صح؟ ايوه. احسن فيديو ريفرنس هو انت. صور نفسك، مثل الحركه. مثل الحركه. الحاجه الوحيده اللي تدور عليها على النت الحركات اللي انت ما بتعرفش تعملها بجسمك. كمثال برضو، الناس اللي بتنط بتتشقلب، بتفتح حوض بقى، والحاجات الغريبه اللي احنا بنشوفها دي ما بعرفش اعملها. والناس اللي بتعمل باركور، اللي بتنط فوق المباني وبتاع، دي حاجه ما بعرفش اعملها. هجيبها من على النت، هكتب باركور، اتفرج على الفيديوهات وانزل واعمل اللي زيها. لكن لو حاجه محتاجه اكتنج او حاجه، يعني الرمي ده كان فيديو عادل. ده كان ريفرنس بتاع صديقي واحد اسمه عادل بدراوي، انيميتر شاطر جدا جدا. ده كان هو اللي مصور ده. كنت انا هو بنعمل حاجه زمان، وكان هو صور ده فخدته الحركه. ف... امم فهو اللي كان فيديو عادي. يعني احنا عملنا كذا حاجه، بس انا خدت الفيديو بتاعه. فده ما كانش من على النت، ده انا او يعني انت او زميلك اللي عملتوه. لكن اللي فات ده كان اللي بينط، ده كان فيديو من على النت. واحد بيجري وينط فوق حاجه، لان هو انا ما كنتش عارف اعمل الحركه دي. ما كنتش عارف اعملها، فكان من على النت. واحد بينط فوق صندوق وعمل الحركه دي. لكن لو ماشيه، نفترض انت عايز تعمل واحد ماشي تعبان، ادور عليه على النت ليه؟ طب ما انا امثله، امثل ان انا تعبان وامشي. واسرع كمان. اسرع، وتجيب اللي انت عايزه بالظبط. تجيب اللي انت عايزه بالظبط. يعني ممكن تلاقي واحد تعبان بس هو بنت مش ولد، او سنه كبير او سنه من صغير. زاويه لكن انت لما مختلفه. تبقى عارف، او زاويه مختلفه، فانت بتجيب الزاويه اللي انت عايزها بالكاركترايزيشن بتاعتك. واحد تعبان، بس هل هو تعبان ايه؟ هو شخصيته
تنك ولا شخصيته خجول، ما كلنا بنتعب، بس كل واحد بيتعب بطريقه. فانت تتقمص الشخصيه بتاعت انا حد فخور بنفسي، ولا انا ملك، ولا انا ايه بالظبط، وامشي تعبان واصور فيديو مرتين ثلاثه وعشرة كمان، واطلع بالنتيجه اللي انا عايزها. فاحسن فيديو ريفرنس هو انت. وانتوا طبعا محظوظين، الجيل بتاعكم اللي هو الناس اللي لسه بتدرس، ان هو عندهم موبايلات. انا لما كنت بدرس ما كانش فيه الكاميرات كان فيه موبايلات بس ما كانش فيها الكاميرات الخطيره اللي هي بتاعت الايه، اللي هو عادي يصور مليون فيديو وعادي زي الفل وتعرف تنزله على الكمبيوتر بسهوله. لا، كان الموضوع اصعب شويه، فكنت بضطر اعمل كده في مرايه، اتفرج على مرايه وكبيره كده كانت موجوده، واقعد اتفرج على نفسي. فطبعا ده كان بيعمل تشتيت، لان انت مش قادر تركز مع نفسك ومع انك تبص على المرايه، ومش قادر امشي بالفريم صح. لكن انتوا كل ده معاكم، فاستغلوا ده ان انا اصور نفسي واتفرج انا بعمل ايه، جسمي عامل ازاي، اللاين اوف اكشن، كل الحاجات دي، وهتفيدك. فاحسن فيديو ريفرنس هو انت. ده للاجابه بتاعتك. هل دي صح؟ يعني في اجابه، في حاجه تانية، سؤال تاني فوتته ولا؟ في سؤال تاني. لا لا، ده السؤالين اللي اتسألوا في الشات. طب برضو محمد كان بيسأل، لو سمحت حضرتك، لو الموضوع العكس، يعني لو هو عنده اسمه ده دماغه كتير فيها حاجات كتير قوي، بس ايده ما اها. بتطلعش الحاجة اللي في مخيلته، يعمل ايه؟ طيب، يا اما قوي ايده في الرسم لو هو عايز يكمل في الرسم، يعني هو عايز يحرك عايز يبقى انيميتور تراديشنال 2 دي، يستخدم ايده فريم باي فريم. يبقى يركز في الرسم، يتعلم، مش يتعلم تحريك، يتعلم رسم. يتعلم ازاي يحط الحاجه في كتل، لو في حاجه شايفها من زاويه معينه هتبقى ايه الحاجه اللي قدام، ايه الحاجه اللي ورا، نسبتها عامله ازاي. يتعلم رسم المنظور، كل الحاجات دي يتعلمها. ده هيخليه يقدر يحط البوزز اللي في دماغه. طب لو لا برضه خالص، يعني هو يعني في ناس كده بتبقى نوعها ان ايديها مش مساعدها خالص، خلاص روح لتول تانية. القلم ده عباره عن تول بتطلع بيها اللي في دماغك. فلو ايدك مش مساعداك، هذه التول مش مساعداك، روح لتول تانية، 3 دي ستوب موشن، اللي هو حاجه مش محتاجه انك ترسمها. فاشتغل بحاجه من الحاجات دي، هتلاقي الموضوع بقى بالنسبه لك تمام، وهتطلع نتيجه زي الفل. فده رأيي، يعني يا اما تقوي ايدك الاول، تركز في التحريك في الرسمه بتاع ايدك. لو برضه مش نافعه، روح لتولز ثانيه من غير ما تضيع وقت كتير يعني. تمام. تمام. ايه تاني اسئله؟ طيب، ايه احسن، انا بالنسبة لي برضو في حتة، ده سؤال شخصي. ازاي انظم الدنيا، بحيث ان انا ابتدي شغل على طول، بحيث ان انا اوفر وقت، لان انا بصراحة انا حاسس ان الانيميشن كله عبارة عن تنظيم. انت لو نظمت الدنيا كويس هعرف اه، اشتغل كويس. لو ده حقيقي. الدنيا مش متنظمة هلاقيني حتى الموضوع عك معايا اكتر، فهبقى رخم، فايدي هتتقل، فهطلع شغل اي كلام، عايز اخلص واروح. حاجات كده. اه، طيب، هو بص، المهم قوي ده سؤالك كويس. آه انك تخلص مبدئيا، انك ترسم سكتشات كتير قوي. ترسم، يعني انا مش عارف، هو انا للاسف مش محضر للحاجه دي، بس انا عندي زي سكتش بوك كده بشخبط فيه. والله ممكن حتى الاقي الشخبطه دي موجوده في حاجه من حاجه انميه، يعني ممكن معلش انا هفتح فايلات قديمه كده بتاعتي، ممكن الاقي ايه، يعني الشخبطه اللي انا بعملها دي ممكن تلاقيها جوه الفايل ساعات. انا بقى بالظبط انا بعمل ايه، الفكره بتجيلي فبقوم فاتح بمسك ورقه وقلم واقعد اشخبط. يعني في ناس بتفتكر ان ده تعطيل للوقت، ان انا بعطل وقت، ان انا عمال سايب التحريك وعمال اشخبط. لا، هو ده بيسهل لك جدا المرحله اللي بعد كده وبيسرعها. آه مش عارف، ممكن اكون راسم حاجه يعني، ممكن الاقي حاجات من الحاجات اللي هي ايه الشخبطه اللي انا بعملها. يعني انا ساعات، المشكله ساعات بمسح الليارات دي، فممكن اكون الاقيها موجوده بالصدفه او حاجه، ان انا ما م- مسحتهاش او حاجه. تقريبا هو ده، تقريبا اللير، لا ده بص، ده حظكم ده ما اللي هي اتمسحش. الرف قوي. بص ايه ده، يعني شخبطه معفنه حرفيا. يعني شخبطه انا مش شايف انها اقول عليها غير انها حاجه وحشه جدا. بس ده طبعا ده انا نقلته، ده رسمته كمان كده بسرعه من الورقه والقلم. انا الورقه والقلم بالظبط برسم حاجه. بص ايه ده،
ايه المنظر ده، فاهم قصدي؟ يعني انا بالظبط بعمل كده في ورقه وقلم، شخبطه عشوائيه جدا بفكر بيها، يعني مخي شغال وهو شغال، اللي بيطلع في ايدي بعمله زي دودلز كده على جنب. فانا عملت الموقف، بكريت الموقف كامل، اللي هو ايه، اللي هو واقف بيبص على ساند على ترابيزه، وبيبص على الكيوب اللي هيبدا يمسكه بتحدي. تمام. اللقطه اللي بعدها، الستوري اللي بعدها، ان هو ماسكه وعمال يشتغل فيه بسرعه. ماشي، دي الرسمه الثانيه من غير ما تعمل اي نظافه. بص اللي بعدها، وقف، تمام، خلص، مد ايده، جاب حاجه من تحت، جاب اللي هي البراش دي وقعد يدهن. بص حتى الرسم ايه، تك تك، اللي هو كده، يعني هو بفهم ان هو دهنها، مم. وبعدين وقف تاني. هي كوبي بيست طبعا، بس يعني بص حتى خلاص، ده كده موقف خلص. اللي هو بالظبط التشالنج ده كان عباره عن ايه، هوريك الفاينل بتاعه. ده كان الفاينل بتاعه. فاكره ده. حط اي حاجه. اه. طبعا دي زياده، يعني شايف دي زياده في الاخر، بس هي ما مم. كانتش في الخطه. في الخطه بتاعتي كان ان هو يقف كده وخلاص، اللقطه بتاعها خلصت. اه. فدي زاويه. ده التفكير، ان انا واقف بفكر ايه الستوري اللي هعملها الموقف ده. فاوعى تخش في اللي بعدها غير لما دي تتقفل. شايف الشخبطه دي؟ اقفلها كامله، يعني ابقى باين الستوري من اول لاخر، ان هو يبقى واقف هنا ويروح للي بعده، يروح للي بعده، وهكذا. مش عارف هل في حاجه تانية ممكن برضه نلاقي يعني انا عامل سب نيلز اول حاجه، سب وبعد كده نيلز. سب نيلز، انا مش عارف هل هنا في سب نيلز للحركه ولا اتمسحت بالغلط. آه، لا، واضح انها للاسف دي اتشالت. يعني ساعات من كتر الليارات لما بتكتر معايا انا لسه كنت اقول فاقوم مسح الجمله دي الثامبنيل. حالا، لسه كنت اقول اه الرد اه دي. انا كاره حياتي. يعني انا بصراحه الافتر افكت مريحني لحته ان انا في شوي انك انت، او هايد، انت اه بتخفي اه الحاجات، وهي موجوده، بس عايز عشان بس هي اه ما تبقاش confusing. يعني حتى انا عايز اشوف. ليه ما بيعملوش الحركه لا دي في يعني انيميت؟ انا عايز اكلم شركه ادوبي، انا اطالب من من هنا. هم كده كده الله يرحمهم، يعني كده كده خلاص مش اه. بس لا، دي للاسف انا مسحت بس يعني حتى ده يعني، لا يعني في عندي ورقه وقلم كده، يعني ده كده الرسمه شايف الشخبطه دي ما بعد الشخبطه بتاعت الورقه والقلم. يعني انا الورقه والقلم ده عندي سكتش بوك كده، بقعد على جنب ارسم ده جنب بعض، يعني ارسم ده اه. وجنبه ده زي الدودلز كده، اللي هو ايه الستوري بتاعتي. وما ينفعش ان انا امسك افتح الانيميت غير لما اخلصه في الرسم، اتاكد ان انا فهمت انا هعمل ايه. فببساطه بقوم فارد رسم الشخبطه دي تاني بسرعه، التايم لاين. يعني اقول مثلا ده هياخد مثلا ثانيتين او ثانيه وشويه، وبعدين ده هياخد كذا، المشهد ده هو ايه بيحرك في الكيوب هيبقى كذا، وده وقت. وبقوم اعمل له بلاي، الشخبطه دي بدوس بلاي عليها، واشوف كده التوقيت عاجبني ولا لا. خلاص عاجبني، هبدا ايه، اشتغل. باول حاجه بنظف الشخبطه دي كاكيهات، يعني مم. بروح لللاير بتاع لا مش ده. لا حتى بص، مش عارف كتر الليارات، اهو الانيميشن اللي هو اسمه انيميشن ده. بص بنظف بس الايه، طبعا هو ستيل مشخبط، يعني بص الخط عامل ازاي، شخبطه، بس على الاقل بقت باينه، يعني على عكس الايه الهبل اللي محطوط تحت ده. فبريفاين اللي بحط الكي ده، واقوم رايح للي بعده واحط الكي ده، وهكذا. وبعدين خلصته كله، ارجع للكي الاولاني واحط بقى ايه، مثلا هنا عملت له زي رعشه كده عشان ايه، يبان ان عينه، يعني بص هتلاقي ان عينه فيها زي بتتحرك كده خفيف، عشان يبان ان هو بتحدي. وبعدين اجي عند ده اعمله الحركه اللوب، واعمل اللي بتوين ما بين، يعني بص اللي هو النقله ما بين ده، اللي هو بيمسك الحاجه وبيرفعها، بعمل اللي بتوين. وبعمل بقى الحاجات الزياده، يعني كل دي هعمل لها اللي هو الايه، النقله بتاعت الشخبطه. وبعدين يحط الحاجه وينزل ايده ويقف، وهكذا. يعني عارف بمشي بقى ايه، واحده واحده. خلصت كله بقوم راجع تاني من الاول واعمل الالوان مثلا، وهكذا. كانك عارف بتمشي ليارات وترجع كذا مره. لكن ما ينفعش انك تدخل في اول كي هنا وتقعد ترسم وتفاينل وتنظف وانت لسه ما قفلتش الستوري اللي في الاخر. ده التنظيم اللي مهم جدا تعمله في اللقطه. حتى لو هتاخد التنظيم ده هياخد منك مرحلتين ثلاثه. يعني انت شفت انا قلت لك ايه، انا بعمل بتفرج،
بص كام مرحله قبل ما ابدا اشتغل. بتفرج على حاجات، وبعدين بمسك ورقه وقلم واقعد اشخبط، وبعدين الشخبطه دي بنقلها تاني على انيميت، بشخبط تاني على انيميت عشان افردها على التايم لاين، وبعدين ببدا احرك ككيهات، وبعدين اخلصها كلها، بعدين ارجع اعمل ان بتوين. فكتير عارف يعني، عمال تعمل طبقات فوق بعض، 1 2 3 4. ده احسن لك 100 مره، رغم ان هي كذا مرحله، بس احسن لك 100 مره من انك تمسك مرحله واحده وتقعد تقفل فيها مم. وتفنش فيها. واسرع، تخيلوا يعني، رغم ان هي عدد مراحل اكتر، بس توتال الوقت اللي انا باخده قليل، لان انا عارف انا ببقى هعمل ايه يعني. ولو غلطت الغلطات بعرف الحقها بسرعه، بعرف اصلحها بسهوله. هي حاجه زي الايه دي على فكره، دي حاجه مش يعني يا جماعه، دي مش في الانيميشن بس، دي في حياتك وانت بتعمل اي حاجه. يعني انت ما ينفعش تجيب حد، انت مثلا هتقفل الحيطه بتاعتك عندك في الشقه، عندك حيطه عايز تقفلها، هل ينفع تحط الطوب في حته وبعدين تقعد تحط لها المحاره وتلونها وانت لسه ما كملتش بقيه الطوب؟ لا ما ينفعش طبعا. فلازم تعمل ايه؟ تقفل كل الطوب. خلصت الطوب، هترجع من الاول وتعمل ايه؟ محاره كامله لحد ما تخلصها كامله. خلاص خلصتها، تقوم راجع من الاول، تدي صنفره، وبعدين ترجع والشروخ صح كله، وبعدين ترجع تدي الوش الاولاني صح، وبعدين ترجع من الاول وتدي وش عارف، ليارات على نفس الحاجه بس كلها متقفله. ده صدقوني ده مش بس في الانيميشن، ده في حياتك انت لو بتعمل كده في اي حاجه انت بتعملها صغيره او كبيره هتبقى مرتاح جدا. هي المشكله ان الناس بتخاف من المراحل الكتير، وبيخاف من الوقت اللي معاه. يعني يقول لك ايه، انا معايا يوم، فالمفروض اليوم ده هرسم فيه سكتشات وهتفرج وهعمل كيهات فيقول لك لا 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 لا، مش هعمل كل ده، انا اخش على طول في التحريك واكسب وقت. هو ده اللي بيودي في داهيه، حرفيا ده اللي بيودي في داهيه، بيخليك بتاخد وقت زياده، مجهود زياده، والاعاده فيها بموتة. يعني الاعاده هتبهدلك عشان تعيد حاجه. ده لو خلصت على فكره يعني. لكن التنظيم حتى لو بمراحل اكتر، ده احسن لك 100 مره. فدي نصيحه اقولها لك للانيميشن وفي حياتك بجد يعني، ده في اي حاجه انت بتعملها اعملها بالطريقه دي، وادعي لي ان شاء الله يعني. خلاص ماشي. طب حاجة أخيرة معلش، ممكن حضرتك توريني برضو قول لي. طريقة مثلا يعني أنا عارف إن حضرتك قلتها من الأول شوية، بس بشكل أكتر مثلا في فيديو، أي فيديو مثلا من فيديوهات أنمي، عشان برضو الناس تبقى شايفة مثلا، عشان في آه، إزاي مثلا نبتدي من أم، الحاجات اللي ممكن تقف معانا والكلام ده. يعني احنا طيب اتكلمنا على حتة تنظيم الفكرة، في حاجة أي حاجة مثلا من الكواليس مثلا الحاجات القديمة هحاول اشوف حاجه. طبعا المشكله بقول لك ان انا ساعات وانا بحرك ببقى عامل حساب ان الرف اللي انا عامله ده موجود في السكتش بوك او حاجه، فساعات برميه. بس ممكن على حظنا نلاقي حاجه هنا. لا اعتقد هنا مساحه الليارات للاسف. مم. طب ما اعتقد ولا ايه؟ لا نستعمل ايه، التانية اللي هي بص اوريدي. بص 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 اوه بص 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 اوه اوه. بص تخيل كده ان ده رسمه نرسمها، اللي هو ايه دي. اه الفضايح بقى اه دي بالظبط، دي الفضايح، ده لير الفضايح اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن حد بيتكلم في التليفون، اللي في مم. التليفون ده بيزعق له، وبعدين هو بيتصدم من اللي حصل. بس كده، ده الستوري. بس طب شايفين الشخبطه يعني؟ مم. يعني ده مش دودلز، ده ليفل اصل يعني احقر من الدودلز. انا كباسم ممكن ابقى اوفر سينك شويه، اللي هو لا انا كده محتاج اروح اعمل له كاركتر ديزاين، وبعد ما اعمل له كاركتر ايوه ديزاين اعمل له عارف. هثبته بس كده. لا ده احنا راجل فهمانين، لازم نلبسه اه عارف. نلبسه عارف. لبس. طب نلبسه لبس ايه؟ طب نشوف الشخصيه بتاعته فتقعد تتفرج على تصميم شخصيات بقى، وتقعد تتفرج على تديله باك ولبس ستوري اللي هو وهدوم كده قلبنا كونسبت لا ارت في الموضوع عشان انت مش محتاج كل ده. انت بس الفكره المباشره الساذجه بجد، اللي هو ايه، بيتكلم في التليفون حد زعق له، خلاص كده. ايه اللي بيتقال، ايه اللي بيحصل، مش مهم. فبعد كده بنظف، بعدين بقى وانا بنظف قررت ان هي تبقى بنت. قررت مم. عشان البنت هي دايما ايه، اللي كلام هي التليفون كتير. اللي هو لا، وكمان يعني مو عادي جدا هو ايه، لا طلبك مرفوض وخلاص، عارف يعني ايه. فهي بتتكلم في التليفون، فبعدين ايه هيحصل لها اللي هو تمام، فتقعد بقى يتزعق لها.
ده يعني ده كمان في حاجة مهمة جدًا وأنت شغال، فصل الليارات، دي حاجة سهلة جدًا، تفصل الليارات تشوف إيه الحاجة اللي محتاجة تبقى في layer أولاني عشان يبقى يعني بُص هنا الليارات دي، إمم. بُص أنا فاصل البُق عشان هاعمل له حروف عشان يقعد يتكلم لوحده، إمم. فاصل الشعر عشان يقعد يتحرك في loop لوحده، إمم. فاصل الرعشة بتاعة الجسم عشان يقعد يترعش، فاصل أوكي. الoutline بتاع الخلفية عشان تقعد تعمل خطوط سرعة. يا الله! فده بيسهّلك أوي وأنت شغال، اللي هو حتى الeffect ده بُص حتى الeffect ده مفصول، اللي هو ده اللي بيتحرك ده، عشان يتكرر أكتر من مرّة loop. بالضبط، فكده ده بيسهّل لي إن وأنا شغال التوقيت بتاع ده لوحده خلاص أنا عملته وسِبته، ده أنا عملته وسِبته، ده أنا عملته وسِبته، ففي أي وقت وأنا شغال لقيت إن هو إيه ده الشعر مش مضبوط، هادخل عليه لوحده هاضبّطه، مش محتاج إن أنا آجي أضبّطه فالاقي إن هو ممسوك في layer تاني مع الجسم، فاقعد أغيّر كل حاجة من الأول، إمم. فدي حاجة في التنظيم هتفرق معاك أوي، إنك تفصل الليارات، الحاجة اللي هتتحرك والحاجة اللي لأ. هل دي معمول لها parenting بقى كده عشان الحاجات تتحرك مع بعض والّا لأ؟ في وفي، يعني ده لأ، يعني بُص شايف ده، شايف ده، إمم. ده مش معمول معاه، أهو بُص، أصلًا يعني ده عمّال يتكلّم، حتى هتلاقيه وهو بيتكلّم ساعات في رعشة بُص مش مضبوطة معاه أوي، بس مش فارقة، إمم. شايف ما فيش parents هو ده بيتحرك وده لأ، بس المسافة قريّبة من بعض فمش فارقة، آه. يعني المسافة قريّبة أوي من بعض فمش فارقة، يعني إحنا بنعمل برضه تحريك للإيه، للحركة ويكون rough مش عايزه يكون final عشان يعني في الشغل أنا باعمل كده parents وده يتحرك مع ده وده يمسك في ده، في الشغل لازم، لكن في الحاجة الrough زي الanime لأ مش محتاج طبعًا، يكفي إن أنت تفهم إن ده ماشي مع ده. تمام. يعني بُص دي مفصولة عن الشعر، بُص الشعر أهو في layer أهو hair أهو في layer لوحده خالص، لكن هو الطبيعي إن أنا ماسك الhair في الbody عشان الup والdown بتاعتها تتضبط مع الشعر، بس أنا لكن قصدي أنا مثلًا هنا ممكن أعملها هنا مثلًا parent أنا ما أعرفش موجود في أنيميت والّا ممكن. لأ. في إنك تعمل ده حاجة اسمها symbol وبتاع، وبعدين تدخّل الsymbol ده جوّه ده، ما أنا فده قصدي أي مش حركة هادخّله هتطلع في ده في من حتّة برّه إنها parenting مثلًا لأ، هتبقى دي الطريقة يعني أسرع يعني وكده آآ صح؟ آه، بس في إمم. كل الحالات يعني لو عارف تعمل كده وهيفرق معاك اعملها، مش فارق مش فارقة أهو، يعني ده لوحده برّه وده لوحده، في رعشة وفي delay بيحصل ما بينهم، بس أنا مش فارق معايا الكلام ده، أنا يهمني إمم. الحركة، فاهم قصدي؟ وبعدين في الآخر تتخض من الإيه، أو رد فعلها إن هي انهارت بقى طلبها اترفض. صدمت. إمم. إمم. بس فده اللي إيه، بُص شُفت أدي الشخبطة الأولانية، اللي هو الكارثة اللي تحت دي، اللي هو يعني إيه، اللي هو إيه ده؟ ده الكارثة بقى. إمم. فدي يعني دي يعني ده اللي هو الإيه، الناس بتتكسف إنها تعمل ده في الأول، فتقعد بقى إيه، أو حتى بتتكسف إن هي تعمل ده. أنا حتى باقول لك أنا قررت إنها بنت، فأنت عارف عملت إيه، حطيت لها شعر، أيوه، أيوه وحَلَق. خلاص كده، خلاص كده. خلاص كده بقت بنت، يعني عملت لها شعر خلاص شكرًا بقت بنت. ما عملتلهاش أي حاجة تانية، يعني ما فيش أي حاجة مستاهلة إنك تقعد تضيّع وقت فيها. إمم. إمم. مش مست بجد مش مستاهل إنك تقعد وقت في هدوم ولبس وdesign وبتاع. حتى بُص ما فيش حاجة ما فيش شعر، ما فيش أي حاجة، هو حتى شعر إيد فيرة، يعني ما فيش شعر هنا حتى، فاللي هو أصلًا فاهم بس أنا يعني اللي يشوفها يقول دي بنت خلاص خلصت. أنا الهدف بتاعي التحريك مش هدفي إن أنا أdesign ولا إن أنا أجيب فكرة ولا كل الكلام ده مش بتاعتي. موبايل بُص حتة بتاع مربع، ما فيش موبايل أصلًا، تمام؟ ده اللي مهم إنك تحرّك الحاجة. ف لو في حاجة تانية أعتقد زي ما باقول لك التحريك هو الميم بتاعنا. المهم معاك لكن إمم. لكن بُص حتى دول ده ما فيش character design بُص ما فيش حاجة هو إيه، كل واحد فاهم إمم. معمولة على الشكل بتاعه، اللي هو خلاص ده بُص يعني دي واحدة ست شايلة ابنها اللي هو عمل ريحة، فهي إزاي ست عاملة شعرها اللي هو الكحكة خلاص كده أيوه شكرًا، إمم. هو مش باين إن هو محتاج عيل إن أنا صغير، فباين إن هو ابن مثلًا. بس خلاص لو شِلنا بالضبط باين البتاعة دي هيبان إنه راجل إمم، تمام. بالضبط، فتمام أنا يهمني إن هو ست خلاص مش فارقة، يعني أنت فهمت إن هي ست تمام، أنا يهمني إمم. أركّز في حاجات تانية زي الpose الحاجة تبقى باينة، آه. فاهم قصدي؟ يعني مش عارف ده ليه برضه الstory بتاعته اللي أنا باشخبطها دي والّا لأ، أعتقد ممكن ألاقيها.
بص اهو. بص ده الحمد لله ما اتمسحتش حاجه. بص ده الفكره بتاعتي ايه. تكون شايله البيبي، هتشمه، رياكت، وتحس انها هترجع او تقرف. مم. بس ده اللي بس كده خلاص. فاهم؟ ده شخبطه. فالشخبطه دي بص عملتها على كبير عشان احط الكيهات واحط، وبرضه غير الكيهات عشان ابقى عارف الرينج بتاع الحركه فين. يعني احط كل الكيهات في نفس المكان عشان اتاكد ان هي لو رفعت ايديها ما تطلعش بره الفريم. فاهم قصدي؟ اتاكد ان السكيل بتاعي كويس، التكوين كويس، اتاكد ان كله تمام. بص شخبطه. بص البيبي لو ايه ده. يعني عيل في ابتدائي ممكن يرسم احسن من كده. بس انا ببساطه انا بعمل بسرعه جدا. انا فاهم، انا بشخبط بس كده افهم الستوري بتاعتي عامله ازاي. افهم ان انا ده لو اتنضف التكوين كويس، السيلوت واضح بتاع مم. الحاجه. اه. ده اللي مهم. بس لكن بقى الديتيلز هم خلاص هنضف لاير تاني ونضف. فما ينفعش تفوت ده وتخش على التنظيف غير لما ده يخلص معاك. مم. خلصته خش على اللي بعده تنظيف، خش على اللي بعده ان بتوينات، وهكذا. تمام. لكن ما تفوتش ده وتقعد تعمل بقى في الايه، تضيع وقت في اول كي فريم وتقعد تقعد 4 ساعات بترسم في اول كي فريم عشان يبقى شكله مش عارف عامل ازاي. ده يعني تضييع للوقت وللمجهود وكل حاجه. تمام. فهو يعني بص انت شفت وراء الكواليس. يعني في ما فيش حد يعرف الحاجات المستخبيه دي يعني. مم. يعني تقريبا كل حاجه هتلاقوها كده يعني. وزي ما شفتوا الافكار على قد الحاجه بالظبط. يعني مفيش حاجه انت هل في اهو. ادي برضو الشخبطه بتاعت اللير ده. بص بصوا حاجه يعني. بص يعني بجد رسمه يعني انا اسف، هي رسمه حقيره حرفيا. بص يعني انا بس بحكي بيها ستوري يعني. بس انا بفكر يعني، وانا بفكر عمال ارسم. فطلع بقى وحش بايظ ولا فارقه معايا. محدش هيشوف الكلام ده انا بس اللي بعمله. فحكيت بيها للسوري ان هو ضرب الشاطر بتاع، طلعت ناشفه. فعمل رد فعل. خلاص كده شكرا، القصه خلصت. من غير فتي. هو حب يكسر حاجه ما اتكسرتش، شكرا. مم. فبقى بيعمل كده وياخد الانتسبيشن بقى، ويحط بقى الانبتوينات، ويحط بقى ايه كل حاجه انت زي ما انت عايز، ويضرب وتحط الافكتات بعدين وكل الكلام ده وخلاص. مم. الستوري خلصت يعني. مفيش حاجه، مفيش ستوري يعني ايه عبقريه يعني. بس فده كل حاجه انا بعملها هتلاقي فيها ليارات جوه، فيها الشخبطه بتاعت ده. اه بس كل والله حاجه يعني فيها تسلم ايد حضرتك والله، يعني تنظيم، وهي الحوار لطيفة جدا يعني بصراحة، يعني بسم الله ما شاء الله. ال... بس ده اللي احنا فيه يعني. كل الحاجات دي هتلاقي ان هي كانت ليها سكتشات قبل لخبطه بتاع. غالبا هتلاقي كل حاجه، يا اما طبعا ممكن تلاقيه في النص اتمسح وانا مش واخد بالي مثلا. لكن هو انا نظمت بيه ونظفته خلاص، مش محتاج ان انا اعمل اكتر من كده يعني. معلش هو سؤال غريب شوية، هو ده ادوبي فلاش اللي هو الاف ده؟ اللي هو عشان انيميت. اللي هو الفايل نفسه. الاف ده اللي هو اللي تحت الانيميت اللي هو ال اف ال اي. لا انا قصدي اللي ده تحت، بص ده ال يعني اف اللي ال تحت اي. ده، اللي تحت ده ده مكتوبة فيديو. اف ال. ده اه اس ده دبليو اف. ده اس دبليو اف. اه ماشي. اوكي. ده ريندر بيطلع كده سريع معاك. اللي هو لو دوس كنترول انتر هيطلع لوحده اوتوماتيك، اللي هو ده. امم. وده هو ممكن الحاجة تشغله من غير ما تفتح البسيطة دي صح؟ ودي ممكن تشغلها من غير ما تفتح الفايل نفسه. يعني لو عايز تشوف زي بريفيو كده تفتحها هيوريها لك. امم. ده افتكرت اكستنشن ممكن اسمه اس يكون. دبليو اف. تمام. اه هو اسمه ايه، هو معمول عليه اف لان هو ده كان كان معمول الاس دبليو اف ده من ساعه فلاش. اه زمان. قبل ما يبقى اسمه انيميت يعني. وما زالت شركة ادوبي تتدهور حول هذا البرنامج. مظلوم. والله وكل الشركات كل شركاتها بتتدهور. في الشركه يعني لحد دلوقتي ما شفتش الشركه اللي هي عامله كل حاجه بذكاء وعرفوا يتصرفوا فيها صح تون يعني. بوم. تون بوم الايه؟ يا تون بوم مبهر، انا كل ما اجي اغوط فيه التوم بوم حلو ورايح في بص التوم بوم كويس جدا ورايح في اتجاه لطيف جدا. اه عيبي يعني عنده كذا مشكله بس رئيسيه يعني لو ظبطت هيبقى عظمه. يعني الانترفيس بتاعته فيها مشاكل في حاجات كتيره مش سهله زي حاجات الادوب. الادوب اه الناس لو مش عارفه اي برنامج فتح الادوب مش هتوه، اه تعرف شبه تتصرف. بعض، كله شبه بعض اه.
لكن توم بوم لا، في كام حاجه متداريه فيه. عنده كمان عنده مشاكل في الحاجه اسمها الدروينج اللي هي بتتحط في المكتبه بتاعته او اللايبرري بتاعته. في مشكله فيها خطيره ان هو ما بيرقم بالترقيم اللي انت رسمت بيه. يعني لو رسمت مفتاح رقم واحد وبعدين عايز اعمل حساب ان فيها يبقى في ان بتوين وعملت ده رقم اتنين، ده هيبقى مم. اسمه واحد، ده اسمه اتنين. وبعدين ارسم واحده هنا اللي هي ثلاثه، اللي هي بتاعت المفروض دي تبقى اتنين في الترتيب اه الطبيعي، لا دي اه هيسميها لك ثلاثه. رسمت دي انا الاول انا انا كبريك داون. الحوار ده انا بدور وراه لسه، يعني انا من الحاجات اللي بتبجمي قوي، انا حاسس ان انا موسوس في اللصوص القهري بسبب الحاجات دي، بس انا مضايقاني اه جدا. فهي دي فاهم. فاقعد فبالنسبه له الترتيب بقى ايه بقى؟ ده وبعدها اتنين اللي هو اخر الرسمه، بعدين ثلاثه اللي هي في النص، حسب انت رسمت ازاي. بس انا فدي عرفت حاجه يا عم. بعدين طب ان انا ممكن اسميها اصلا، يعني لو دي هنعتبر ان ده ممكن مثلا تسميها، هتسميها ماوس. بس هتنزل بنفس الترتيب بتاعها. يعني تلاقيها هنا مش بالترتيب اللي انت واحد اتنين تلاته زي ما انت رقمتهم، هم ما انا برضه فاهم، هيبقوا. بس هي دي انا يعني مثلا نفترض ان دي حاجه هتتعمل عشان السويتشات مثلا في الماوس مثلا، فتبقى مثلا A والتاني مثلا B C وهكذا. فانا عرفت ان هو اصلا بيعملوا الحاجات دي عشان في اوريدي، وده حاجه مش عارف الناس عارفاها ولا لا، في اوتو ليبسينج في التون بوم، فاللي بص، هو في هو كذا برنامج في اوتو ليبسينج، في كذا برنامج في تومبو ده من موهو القديم لما كان اسمه اسمه ايه؟ كان اسمه انمي انيميشن ستوديو. ستوديو. اه انمي ستوديو، اه ده اه كان في اوتو ليبسينج عادي. في برامج كتير فيها اوتو ليبسينج، بس هي مش بتطلع لك نتيجه تمام. هو بالنسبه له بيسمع الصوت فبيحط الصوت اللي انت مسميه. يعني لو رسمت رسمه ب فعملت بق مثلا عامل كده ماشي مقفول، وسميت امم ده حرف البي، امم فهو اوتوماتيك اول ما يسمع حرف البي يحط لك ده. اول ما يسمع حرف الاي، انا عامل ايه مثلا رسمته بق مفتوح وقلت له ده اسمه ايه واتش، فهو لو سمع ايه او اتش هيحط لك ده. فهو اوتو، اه بس هو عيبه ان هو انت اصلا وانت بتعمل ليبسينج انت ما بتحطش كل الحروف بالظبط، انت بتضطر. في كلام بيتاكل. ايوه، في حروف بتتاكل، في حروف انا محتاج اشيلها، محتاج اتك عليها زياده. في حروف مثلا حرف اتقال بالشفايف، في حرف اتقال من جوه فمش محتاج ان انا احطه. فاهم قصدي؟ من الحلق من جوه طلع، مش محتاج ان انا احطه. في حروف اصلا يعني ممكن الب نفسه ممكن يبقى فيه ب هابي وساد، بيتكلم هو امم زعلان، طب على هو هيحط له على اي اساس ده ولا ده؟ امم فعنده لسه شويه يعني. كل الاوتو ليبسينج عنده مشاكل في النقطه دي. فانت ممكن تستخدمها كحاجه تسهل لك بعدين واتعدل تأدت فيها. فيها يعني، امم تعدل فيها تسرع شويه، لكن تعتمد عليها لحد دلوقتي ما فيش برنامج بيعمل اوتو ليبسينج صح بالنسبه لي يعني. هو حاجه امم مبدئيه تبلد عليها يعني. لكن برضه هو في الاخر هيسمي لك اي بي سي وارقامهم حسب انت رسمتهم ايه. يعني انت لو رسمت حرف ايه الاول هيبقى هو ده رقم واحد بالنسبه له، رسمت او هيبقى ده رقم اتنين. طب لو انت عايز الاو يبقى هو اللي في الاخر، لا ما فيش. هو انت رسمته ده تاني واحده يبقى ده هو تاني، عارف؟ عنده حته كده غبيه مزعجه جدا، مش مظبوطه. ده غير كمان ان هو بيعمل الاوتو دروينج ده او الدروينج نفسه. انا لو رسمت كوره مثلا، رسمت دايره وبعدين جيت في الاخر عايز اخدها كوبي احطها في لير او في فريمه رقم 30 مثلا، بس هغير فيها حاجه بسيطه، يعني هرسم فيها رسمه صغيره، هيرسم في الاولانيه برضه، عارف كده؟ امم يعني هو معتبر انك خدت كوبي من اول واحده هي نفسها مسمعين مع بعض. فانت لازم كل ما تاخد كوبي تفصلهم، تقول له دوبليكيت، فتبقى مركز معاه ان انت فحاجه متعبه، حاجه يعني انا بالنسبه لي حاجه مش حلوه. ده غير طبعا الكومبوزيت بتاعه مزعج جدا. والناس لسه مش شاطره في الكومبوزيت بتاعه، فانت لازم تقعد ترندر عشان تودي على برنامج كومبوزيت زي افتر افكت او حاجه. فمجهود، عارف يعني، ومراحل زياده ان انا اقعد ارندر وستورج وبتاع. فلا انا شايفه هو عنده شويه مشاكل برضه. هو قوي جدا جدا بس عنده مشاكل برضه. كل برنامج عنده الحته الغبيه بتاعته يعني، للاسف يعني. مفيش اه برنامج لحد دلوقتي انا شفته راضي عنه 100% يعني. حتى ادوب انيميت وانا بشتغل بيه انا مش حابه 100%، عنده بالنسبه لي فيه مشاكل كتير قوي. مم. فيعني نتمنى ان هو نلاقي التوم بوم ده يتظبط او ايا كان البرنامج الجديد اللي هيطلع، بس ينقذنا من الايه، من المشاكل الموجوده في كل البرامج دي يعني. يعني يا ريت والله. فهو اه نسال الله التسهيل. ناخد الحلو من هنا على الحلو من هنا. يا ريت نلاقي برنامج يطلع لنا بكده ان شاء الله يعني. ان شاء الله.
في رؤية بتسأل بتقول يعني منها ملاحظة ان كل الشوتات اللي حضرتك وريتها لنا معظمها بيبقى ميديم شوت، هل ده احسن لقطة مثلا ممكن حد يستخدمها ولا ده كان ايه؟ لا، اختياري ليها ميديم او لونج حسب انا بحرك ايه. يعني مثلا ده واحد بياكل ليمون مثلا، اهو كمثال، ده واحد بياكل ليمون فوشه بيتطبق من الجزعه بتاعت الليمون ده بس كده خلاص. بص عمل كده، فانا عامله ميديم. انا مش محتاج ان انا اعمله لونج. يعني انا هحتاج رجله في ايه وانا بحكي الستوري. رجله مش فارقه معايا خالص في الستوري. فلو انا جبته كامل، كل الحاجات دي هتصغر بما فيهم الليمونه اللي هي البطل. هتصغر جدا، ووشه لما يجي يعمل رياكشن مش هشوفه لانه صغر عشان ابينه. فانا مش محتاج الجسم الكامل. لكن حاجه زي السين بتاع التفادي، لا ده انا عايزه كامل عشان اشوف ايده ورجليه والارض اللي تحته، ويروح يمين وشمال فحجمه هيصغر. فانا محتاج جسمه كامل لونج. م-م. يعني انا مش محتاج ان انا اعمله في لقطه زي دي، انا محتاجه يبقى لونج عشان هو بيفرفص بجسمه كله بايده ورجله من السلك وبتاع اللي بيفتح الباب. لونج، لازم اجيبه لونج والباب يبقى كامل عشان نشوفه هو بيفتح. ففي حسب الموقف. انت في بص، دي كانت كلوز جدا، دي فاكر دي اللي عملناها معاكم في مره. بص كانت كلوز، اه انا اصلا فاكر لقطه اه. كلوز. فدي لقطه كلوز، مش محتاج ان انا بعد كده ميديم، مش محتاج رجلي في حاجه. ف يعني عارف زي ما بيقولوا كده ايه، شيء لزوم الشيء. يعني انا عايزه ميديم تمام، هيسهل لي اكتر اوكي. ما لكن لو هو اللقطه بتاعتي او الستوري هتتقال في لونج، خلاص يبقى لونج. يعني الحاجات اللي بتمشي دي اللي هي مثلا ده محتاج يبقى لونج عشان احركه كامل. الراجل اللي هو بتاع الكاراتيه ده كان لازم يبقى لونج مثلا. فكل حاجه ليها الاستخدام بتاعها. يعني ميديم الميديم طبعا اسهل في التحريك، لان انت ما بتحطش بقى بالانس بتاع رجليه والكلام من ده. بس لو هو مش هيفيدك في الستوري، لا لازم يبقى لونج. اهو ده لازم يبقى لونج واتنين كاركتر كمان. بيلت. مم. فكان لازم يبقى لونج واتنين لونج كمان، يعني وكاركترين عشان يتشافوا. عاجبني قوي، تسلم ايدك والله. العفو يا ريس. بس فاستخدامك لللونج او الميديوم او كلوز حسب انت عايزه تبيني ايه. فانت ببساطه وانت بتعملي السكتش، انت نفسك هتلاقي اللي هو الثامبنيلز بتاعت الحركه. يعني حاجه زي دي، انا عايز مكالمه، فانا عايز ايه غير الايد اللي تبين التليفون والراس عشان اشوف الاكسبريشن. هل انا محتاجه رجلي في حاجه؟ مش محتاجه، خلاص ارميها من غير ما تبذلي مجهود في ان انا اختار لقطه كده ولا كده. ف... فده استخدام الميديم او اللونج حسب الموقف اللي انا مزنوق فيه يعني، او الحاجه اللي هتبان. في حد عنده اسئله تانية يا شباب؟ هنشوفكم في التشالنج ان شاء الله. اه يا شباب برضو يعني، وان شاء الله باشمهندس امجد برضو عشان حضرتك احنا بنقعد في روم الانيميشن كل يوم ان شاء الله. انا في خلاص يعني نكتف بعض كده ونحاول نشجع بعض ان احنا نخلص اللي نقدر عليه في التحدي بتاع انمي ان شاء الله كل يوم. ان شاء الله ان شاء الله. وزي ما قلت لكم انا هعمل اللي هو ميني انمي ده، فلو الناس عندها مشكله فيه تعمل اللي هو الايه، الميني انمي. يشتغل في ميني انمي. عايز يزوده يعني بعد ما خلصه، لان هو ممكن يعمل يوم يومين كمان، اوكي ده ما فيش اي مشكله يعني. تمام. وان شاء الله السيم خلاص هتنزل قريب يعني. ان شاء الله بعد هعمل بس. يعني بعد ما الانمي نخلصه كده ممكن نبقى برضو نستضيف حضرتك برضو بعد انمي نشوف اللي هو ان شاء الله. حاجات الناس اللي نزلت كده، حاجات تشجعكم يا ان شاء شباب الله برضو ان احنا نكمل. يعني ان شاء الله ان شاء الله يكون الجدول بس معايا كويس يعني. واعذروني لان انا ما بدخلش في الحاجات اللي هي، انا عارف في ناس بتدخل حتى وهي شغاله اصلا بيدخلوا مع بعض في روم او حاجه يشجعوا بعض او ايا كان. انا وقتي مش يعني، في ناس كتير بتفكر ان انا بتنك او ان انا مش داخل عشان مش، لا انا فعلا وقتي مقتول حرفيا.
انا ما بعرفش متفهم ادخل في اي حاجه من الحاجات دي ربنا خالص، يعينك وحتى بجد. في اوقات ببقى شغال يعني، حتى بجد في السكتشات دي ساعات بعملها وانا في المواصلات وانا رايح من وانا رايح للشغل او حاجه، فبستغل الوقت ان انا افكر، اقعد اتفرج على في الموبايل على حاجات تجيب لي افكار او كده، واقعد اعمل السكتشات بتاعتها في النوت بتاعتي، عشان لما اروح الحق ما بقاش فكرت، ابقى انا خلاص عارف انا هعمل ايه، فمبقاش في وقت وساعات وانا شغال بوقف في النص واكمل بعدين. فالموضوع معايا ماشي بشكل عشوائي جدا بسبب يعني الشغل والظروف الشخصيه، فمش بعرف ادخل قوي مع الناس في يوم ثابت في وقت ثابت تحدي. يعني الموضوع من الاخر معايا عشوائي جدا، فمعلش يعني ايه مش بعرف ادخل معاكم في الحاجات دي بسبب الوقت يعني. بس لكن انتوا لو وقتكم مظبوط ومنظم، يا ريت تدخلوا مع بعض تشجعوا بعض بتاع، ده هيبقى احسن لكم كتير يعني. ان شاء الله برضو يعني شباب، يعني هو احنا كلنا كده كده اصلا بنشجع بعض طول الوقت كل يوم، فهو تحدي انمي ده هيبقى الانيميشن بس، اللي هو نقعد خلاص نعتكف وقاعدين بقى ايه قاعدين مش خارجين إلا لما نطلع حاجة. مسهل ان شاء ان الله. شاء الله. وزي ما قلت لكم بسطوا الموضوع، ما تخلوش الموضوع يعني ايه اللي هو تعمل حاجه صعبه، اعمل الحركه اللي نفسك فيها وعادي، حط ركب السيم عليها، امشي بالعكس. يعني اعمل اللي انت عايز تحركه وحط الحاجه دي يعني نفسك تحرك ماشيه مثلا، ما مثال عايز تعمل ووك مثلا، فالسيم اللي هو الليمون اهو، من الليمون اعمل ليمونه ماشيه، فرقت في ايه يعني؟ يعني عادي فاهم، من غير ما تعمل حاجه صعبه، اعمل ليمونه بتمشي، خلاص انت كده عملت ليمونه. شطرنج اعمل يا سيدي الشكل العسكري بتاع الشطرنج بيمشي. بس عارف يعني اي حاجه تقول ان انا عملت السيم، مش محتاج انك تصعب على نفسك وتجيب افكار وتجيب بس. ففعلا الموضوع بسطوه عشان تقدر تنفذ، يعني الهدف من ده اكتر تنفيذ مش الافكار. م- خلاص شكرا جدا بس مستر امجد، ونورتنا والله جدا، وشكرا المعلومات الله يعني يكرمك والله. بصراحة مش عارفين نقول ايه. آه بس ده كان النهارده يا شباب. ان شاء الله يعني تحدي انمي، وان شاء الله يعني نحاول نجتهد ونطلع احسن حاجة عندنا. ان شاء نشوفكم في الله، ايفنتات جاية ان شاء والسيما الله. هتنزل قريب كده ان شاء الله، يعني اه خليكم متابعين. تابعوا ماشي. وما باذن تنسوش الله. برضو تحطوا الهاشتاج، عشان الناس تقريبا بتنسى هو الهاشتاج لازم نحط اندرسكور بعد الكلام ده، ولا بيبقى في انمي يعني، في انمي حط بص، هو انا كنت في الاول خالص عاملها بالهاشتاج، يعني اول ما بدات بالهاشتاج بس امم وكنت طبعا شغال في الفيسبوك لوحده. امم مشكله الفيسبوك ان هو مع الوقت ما اعرفش ليه بقى بيعمل الحركه دي، ما الالجوريزم بيبانش باظت فيه الهاشتاج. خالص بقى الهاشتاج ما بيبانش، يعني حتى لو انا عامل هاشتاج، يعني أنا في زمان فعلا لو كنت بسيرش على الانمي بيطلع لي وبتفرج على كل حاجه حرفيا. بقاله كتير، بقاله كام بتاع 3 سنين او حاجه ما بيطلعش الهاشتاج كلها. امم فعشان كده بدات عملت جروب من السنه اللي فاتت، اه عملت جروب عشان خاطر احنا نحط الحاجه كلها في حته واحده. وطبعا تحطه انك تعمل شير، يعني مش عشان ترفع في الدرايف، لا بالعكس ارفعه في البروفايل بتاعك عشان الناس بتوعك يشوفوه، وبعدين اعمل شير على جروب عشان يبقى عندك ايه، فرصه ان ده يشوفه وده يشوفه. انا بعت لينك الجروب يا شباب في الشات، عشان برضو لو ما تعرفوش. وهو المشكله برضو ان في ناس بيبقى هو الجروب ده موجود على الفيسبوك بس، ففي ناس ما عندهاش فيسبوك، او في ناس قافلاه، وفي بص حاجات كده. انا ما انا اقول لك حاجه، انا برضو خد بالك، انا يعني انا ماشي، اول ما بدات قلت لك 2017 كان الفيسبوك ده هو التوب 10 بتاع ايوه فاهم ايوه ايوه انا بتاع فاهم. السوشيال ميديا. فمع الوقت بقى في ماشي في انستجرام، بس انستجرام مشكلته ان انت مش هتعرف تحط حاجه عندي، امم يعني فاهم. فبرضه قابلتني مشكله يعني. وبعدين لو انا رفعت عملت مثلا اسمه إيه ده، اكونت باسم انمي، ما انا احط فيه حاجه انا بس، انت لو رفعت حاجه مش هتلاقيها عندي، فرحت مستبعد انستجرام ففضلت في الفيسبوك. فاهم امم قصدي؟ نفس الكلام لو هو عملت في التيك توك او حاجه، ممكن اعمل انا ماشي حاجه اسمها انمي، سواء احطها عندي على طول او احطها في اكونت باسم انمي، بس بقيت الناس هتحط حاجاتها فيها ازاي؟ فالموضوع لسه مش واصل لطريقه ان احنا كلنا نجمع الحاجه في حته واحده غير الفيسبوك في جروب، لحد ما الاقي حاجه تانية. ربنا هو يسهل ان انا شاء انا الله. بصراحه انا كباسم انا شفت حركه الجروب اللي انا كنت وريته لك في موضوع اللي هو الانمي على الديسكورد الشانل دي. فهو انا شايف ان دي احسن طريقه، حتى بحيث ان انا بقول للناس اصلا تعمل الاثنين، يعني تنزله على الاكونت بتاعها بقى ايا كان الفيسبوك ولا الانستجرام، وتنزله برضو هناك، بحيث ان ايه يعني تشجيعا للناس مثلا تخش، عشان في ناس ما ممكن ما بالظبط، تكونش عارفه بعض ما وبتاع. هو حقيقي، ما هو للاسف مش هنعرف نعمل حاجه غير ان احنا نحطه في كل حته حاليا، يعني انت اه ببساطه عملت شوت بجد، ده انسب حاجه حاليا.
انك تنزله مثلا على الفيسبوك في البروفايل بتاعك، وتنزله في الجروب، وتحطه هنا في اسمه إيه ده، في ديسكورد، وتحطه في انستجرام، وتحطه في كل حاجه بشكل منفصل، لان هو فعلا مفيش حاجه هتقدر تحطها تلم كل حاجه والناس كلها ترمي فيها الشغل، يعني لسه مفيش. يعني حتى على الديسكورد، ما هو ماشي، الناس هتعرف منين؟ كل الناس اللي الديسكورد، عندها ديسكورد ايوه تعرفوا منين ايوه ان ده ايوه. موجود، يدخلوا يجيبوه، يوصلوا لده. انا فهو حتى ستيل عملت ما حاجات على فيش. اللينكد ان قبل ما يتسرق وبتاع. انا حاطط في كله تقريبا، انا تقريبا في كام ساعتين لا 3 ساعات في اليوم كده بيطيروا ان انا بقعد ارفع كل يوم حبه هنا وحبه هنا وحبه هنا كله. للاسف هو ما اه فيش حل تاني غير ان احنا نعمل كده، لان هو ما فيش حاجه، وهتلاقي نفسك بتعملها بشكل فرداني، ما فيش حاجه ان احنا اه كلنا اه. نرمي في حته واحده. ف مم. ما فيش لحد دلوقتي، فاحنا ارمي في كل حته عشان ينتشر، ولحد ما تظهر حاجه كويسه نعرف نلم فيها كل الليله دي ان شاء الله يعني. ان شاء الله. خلاص ماشي، شكرا جدا مرة تانية يا مستر امجد، وان شاء عفوا يا الله ريس. نتقابل في حاجات لطيفة ونتفرج عليها في الانمي. باذن الله. باذن الله، شكرا يا شباب، اتمنى اكون افدتكم واستفدتوا من الكلام اللي اتقال ده. يلا مع السلامة يا شباب. تسلم ايديكم، يلا مع السلامه.